حياتنا ايه هي ايه؟ ايه الدنيا ايه؟ هي ايه حياتنا ايه؟ ايه الدنيا ايه؟ حياتنا ايه هي ايه؟ 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 دي حياتنا ماتش ودي يومين تجيب ويوم تودي. ما بحدش حد للتحدي بعقلها وادوس واخد قراراتي ضربة حرة. يا ما جت في الجول ويا ما برا وبروح رياضية كل مرة ينفوق ينفوز. فاكر مره حد قال لي كان في عالم فيزياء باين ولا واخد نوبل سافر اتنصب عليه وهو عنده 60 سنه عشان حب واحده اونلاين واخد نوبل. انا من الناس اللي بحب اشيل الشيله. اول حاجه انا اتشهرت خلال 4 شهور ودي حاجه صعبه جدا. انا بقول رايي لو اتسالت، بس انا عارف ان انا رايي ده لا قيمه له ولا رايك ولا راي حد من دول. احنا مالناش قيمه في اي راي بيتقال غير ان احنا بنعبر وما بنبقاش يعني بنقول حاجه غير قناعات. ايه التويستايه اللي حصلت؟ لان ده بيبقى انا عارف يعني في قناعاتي انه بيبقى قرار. يا باشا انا اتفهم من كده بكتير. يا باشا انا بصحى 5 الفجر دلوقتي وتقع وتقوم والكلام ده كله. تقول I would never die for my beliefs because I might be wrong. انا مش هموت نفسي على رايي لان انا ممكن اطلع غلط. انت طلعت على السوشيال ميديا ما انت خلاص بقى معرض للنقد والشتيمه فما ينفعش ازعل. ولما نسمع حمو بيكا ونقول عشان احنا زيكم، فاهم؟ لا يعني انا في العلاقات اللي فشلت لو طلعت اتكلمت هقول بلاوي. الانسان ما بيحبش يطلع غلط. يا باشا انت حبيبني كده اهلا بيك في حياتي. كالعاده ما يعني انا بدخل على طول ماشي. وفكره انه انت تكون معايا دي حاجه كبيره. وانا اللي انا بحبك على المستوى الشخصي حتى قبل ما نعرف بعض. ربنا يخليك. ودايما كل ما تيجي تكلم حد تقول له عايزك معايا في البرنامج، يقول لك طب هنتكلم في ايه، هنقول ايه، هندردش في ايه، طب التوبيك ايه، الفورمات. انت الوحيد اللي كلمته باشا انا مش هشوف حاجه وما تبعتليش حاجه، يلا ندور وانا معاك. فوجودك بصراحه بتشرف بيه جدا عطيه. شرف ليا والله العظيم ومبسوط انك معايا. ربنا يخليك يا جماعه. محمد عطيه غني عن التعريف في حلقه جديده من بودكاست ماتش ودي في موسمه الثاني، وحلقه هي قد تكون بالنسبه لي الاصعب. ليه بقى؟ لانه عطيه شخص جريء واراءه جريئه وما بيهموش حد، ودايما كده ايه بعتبره من الاشخاص اللي هو ايه باشا انا دماغي كده ورأيي كده، مش عاجبك انت حر، عايز تتابعني براحتك مش عايز تتابعني براحتك، انا رأيي كده وده اللي انا مؤمن بيه. صح ولا انا غلطان؟ صح. طب خليني ابدا معاك كده بالتسخين كده زي ما بنعمل كده في لغة الكورة. هو فين محمد عطية دلوقتي حاليا؟ يعني فين من زمان وفين دلوقتي؟ وكنت طالعة حلوة وكنت يعني بالنسبة لنا يعني مش عايز اكبرك قوي بس في مش عايز اكبر. انا كبير عندي 42 سنة. انا كبير 42 سنة وانا 32 فيعني انت اكبر مني ب10 سنين بس. بس انا افتكرتك اصغر. لا بس انت تمام يعني. انت على ستار اكاديمي كنت واعي. لا واعي لستار اكاديمي وواعي للقصة. فاحنا عايشين مع التجربة. عشنا مع الرحلة، شفنا البرنامج وشفنا صعود عطية. بس كنا متوقعين انه التكمله هتبقى اقوى. ايه اللي حصل؟ اللي حصل عده اسباب، منها حاجات انا السبب فيها ومنها حاجات خارجه عن ارادتي. بس في الاخر انا من الناس اللي بحب اشيل الشيله. يعني يعني اول حاجه انا اتشهرت خلال 4 شهور ودي حاجه صعبه جدا. ودي تاريخ مده البرنامج. 4 شهور دول انت لما بقيت في شهره زيها. يعني بقيت بمشي في الشارع مش عارف امشي في الشارع والناس عارفيني زي من الافراد العربي كله زي عمرو دياب. بس لما تبص لعمرو دياب هو ازاي بقى عمرو دياب؟ ده طلع عينه قعد 20 سنه يعمل ومش عارف ايه، فاكتسب الخبره اللي تخليه يعرف يختار صح، يعرف يعمل خطوات مظبوطه. انا ما اعرفش اي حاجه في ايه. مالك توترت؟ عمرو دياب اسمه عمرو دياب وترك. فدي اول نقطه، ان انا كنت مفتقر للخبره. ما عنديش خبره، ما عنديش اي فكره عن الوسط الفني وكيفيه اداره الشخصيه دي. طب هي دي الحاجات اللي بإرادتك ولا من غير ولا مش بإرادتك؟ دي عدم وعي. وكان في اداره اعمال هي دي برضو اللي في جزء كبير من اختياراتها ما كانتش متفقه مع الثقافه اللي الناس ما تعرفهاش عني. يعني انا من بيت
والدي كان بيخليني اقرا كتب وبتفرج على افلام وبشوف مسلسلات، فاللي انعكس للناس مش هو ده. وانت كإدارة اعمال المفروض تعكس جزء من شخصيه الفنان للناس، عشان ما عشان انا لما اتحرر من اداره الاعمال دي ما بقاش بعمل حاجات ناس تقول لي ده هو ده كان ليه كده. دي نقطه. تاني نقطه ان انا كان في اوقات كتير قوي بتكلم في حاجات ما ينفعش اتكلم فيها. انا شخصيه دفاعيه، يعني شخصيه خصوصا كمان في العشرينات ولغايه اوائل الثلاثينات كنت بتكلم في حاجات انا مش مضطر اتكلم فيها، لان انا اكتشفت بعد بقى خبره السنين ان انا مش هغير حاجه. انا بقول رايي لو اتسالت، بس انا عارف ان انا رايي ده لا قيمه له، ولا رايك ولا راي حد من دول. احنا ملناش قيمه في اي راي بيتقال غير ان احنا بنعبر وما بنبقاش يعني بنقول حاجه غير قناعتنا. انما في الاخر انت مش كنت بقول حاجات اخرتني طبعا في المسيره بتاعتي، وفي اختيارات خاطئه طبعا، اختيارات، وفي عند مني في ان انا بيجي لك هوس النجوميه كده، مش على الغرور على الناس، بتبقى بتجي لي ده طب ما انا نجحت، طب ما انا اعرف اختار. لا انت مش هتعرف تختار. انت بتيجي تختار اغنيه انت لازم تبقى تروح لاهل الخبره، لانك انت ممكن يبقى عندك شكل، عندك فكره. يعني حتى لما تشوف الناس اللي طلعوا دلوقتي بسرعه، ويجز مثلا الناس بتشوفه طلع بسرعه، لا ما طلعش بسرعه. ده هو اتفشخ، قعد فتره كبيره بيعمل وبيقول اغاني وبيكتب وعن تجربته الشخصيه لغايه لما بقى ويجز. انا ما عدتش بده. انا في 4 شهور غمضت عينيا فتحتها لقيت نفسي الوطن العربي كله بيتكلم عني. فدي اول نقطه. وطبعا اداره الاعمال وعند شويه من عندي. وبعدين لما استوعبت الفجوه دي وبدات بقى، كان في فتره كده عقد الاحتكار ده قعدني في البيت 8 سنين. 8 سنين في عقد عمر احتكار مع مين؟ مع اداره الاعمال، شركه أوكي. اللي هي بعد السرقه. كان قعدت 8 سنين في البيت ما عملتش حاجه. لما قررت اتمرد على هذه الوضعيه قعدت 8 سنين في البيت. بيجي لي عقود افلام مثلا ومسلسلات، لا مش هيشتغل، اقبض عربون ويرجع. فاهم؟ دي حاجات مش ده بقى، دي مش بايدي. طب وده كان تعنت سببه ايه؟ تعنت سبب ان انا رافض بقى، ان انا رافض اشتغل حاجات مش على قناعاتي. وكان بدايتها بدايه يعني الخلاف كان فيلم بيعرضوا عليك حاجات وانت مش موافق عليها، فمش عايزها، مش عايز تعملها. بدايه الخلاف كان جاي لي فيلم اسمه اوقات فراغ. الفيلم ده كان سكريبت حلو جدا في وقتها، ما كانش اوقات فراغ اللي احنا نعرفه، اللي احنا نعرفه. كان جاي لي كان دور احمد حاتم، وكان انتاج حسين القلة. ده منتج محترم جدا وراجل عنده فكر وعنده اسلوب. وكان جاي لي فيلم، مع احترامي لنوعيه الافلام اللي هتكلم عنها، فيلم عليا الطرب بالثلاثه اللي هو انتاج السبكي، اللي هم بحبهم جدا وعلى علاقه. بس انا لما بتيجي الاختيارات انا عايز اعمل اوقات فراغ، مش عايز اعمل. بس كان السبكي هيدفع لاداره الاعمال اكتر مما هيدفع حسين القلة. فبالتالي اتجه هذا الاتجاه، خدوا ان هم عملوا عليا الطرب. دي بدايه الخلاف. اوكي. فانا انت اصلا كنتش عايز تعمل الفيلم ده بتاع عليا الطرب بالثلاثه؟ اوكي. بس انا من الناس اللي غلبان، انا ممكن تثبتني بكلمتين دلوقتي في ثانيه. يعني الحاج احمد سبكي قاعد معايا، وكريم حبيبي، كريم ابنه حبيبي وبتاع، ويلا ونروح نلعب كوره مع بعض، هنعمل مش عارف ايه وهنشكلك وكذا وبتاع. فدخلت صورت وانا مش مقتنع، بس خلاص تمام. ورغم ان بالارقام هو انجح في الايرادات من درس خصوصي، بس انا بحب درس خصوصي، ما بحبش على الطرب. انت فاهم قصدي؟ بدات بقى الخلافات، يا جماعه لا انا مش هعمل تاني حاجه زي كده. طب اقعد بقى، مش لمده 8 سنين. 8 سنين بقى. ودي كانت مده العقد اصلا معاهم. واللي خلصني من الموضوع تخيل مين؟ مرتضى منصور. لا والله. والله الراجل ده يعني فعلا. نعم. اوكي. خلص الموضوع في ثانيه. طب ما لجأتلوش ليه من الاول؟ هو ما لجأتلوش، هو عن طريق امير واحمد كانوا اصحابي، وحكيت لهم فهم خدوا لي ميعاد منه، رحت له، خلص الموضوع في قعده بدون مبالغه. تقول لي ازاي بقى؟ ما اعرفش، بس خلص. ده كان بعد قد ايه بقى؟ بعد 7 سنين او 7 سنين شويه من بقى الهات وخد. خلص الموضوع. خلص الموضوع وعشان انا ابن صاحب ولاده. يعني هو عشان مش عشان اي حاجه، مش عشان محمد عطيه ساعتها ولا لا، عشان انا ده صاحب ولاده. بابا ده صاحبنا عنده مشكله، عايزين نساعده، عايزين نحلها له. حلها لي. رحت له المكتب حلها لي. فهو يعني عمل الحركه دي وما انساهاش طبعا، لان انا اتفاجئت. الناس بتكلمني العقد يا باشا. خد العقد واتكل على الله. بعد 7 سنين، بعد 7 سنين مرمطه. وبعدين بدات بقى افتكر الفكره بتاعت، عارف الفيلم بتاع صدقتك معايا؟ انا قلت اكيد ماسك عليهم حاجه. اصل في يوم بين عشيه وضحاها، يعني في منت الناس ادوني العقد من لا واقعد ورجع عربين وهنرفع وهنخلي الموضوع خلص في ثانيه. عمل ايه بقى لغايه هذه اللحظه؟ ما اعرفش.
وما دخلناش محاكم. ده هي تليفون. ما اعرفش اعمل ايه، انا والله زيكم ما اعرفش اعمل ايه. طب وبعد لما تم بقى فسخ العقد ده وخلاص تحررت بشكل كامل، ايه بقى اللي حصل في الفتره دي؟ حصل بقى المرحله ان انا بقى اتكلم في حاجات ما ينفعش اتكلم فيها بقى. ما هو انت ربنا مسلط عليك نفسك. يعني انت فاهم. وبدات بقى احس ان انا لا يعني لما جيت بقى استوعب ده اللي هو من 6 سنين او 7 سنين، بدات بقى انا دلوقتي خدت وقت كتير قوي على ما اشوف هرجع ازاي بالالبوم اللي انا بعمله دلوقتي ده، بالحاجات اللي انا بكتبها، بالشكل اللي انا بعمله. وقررت في وقت من الاوقات كده بعد سنين من عمري ان انا لا يا جماعه، انا عايز اعيش مبسوط بغض النظر عن اي حاجه بتحصل في حياتي. اوكي. يعني حتى لو هعمل ده، هعمل شغل وبتاع، انا مش هعمل تجارب زي علاء طرب تاني، لان حتى لو نجحت او فشلت انا متضايق. انا عندي اعمل تجربه تبقى تفشل بس ابقى انا مبسوط بيها، احسن ما اعمل تجربه تنجح وابقى انا مش مقتنع بيها. فده اللي وصلت له بعد بقى خبره سنين بقى وقعدت فاهم. لكن هرجع اقول لك لا طبعا في جزء كبير يقع على عاتقي، ان انا برضو انسان، انا في وقت من الاوقات كنت انسان كسول جدا. مش كسول، حاسس ان الفرصه لسه موجوده والعمر لسه قدامي ضمنها يعني. لا هو العمر بيجري بسرعه جدا. انت يعني انا كنت في ستار اكاديمي اول امبارح بالنسبه لي يعني فاهم. انا امبارح بفتح الشنطه كده بطلع حاجات عشان بوضب شنطه مش عارف ايه كده، بص لقيت فوطه من اللي بتوع ستار اكاديمي عليهم اللوجو بتاع ستار اكاديمي. ده كان يعني انا فاكرها وفاكر الموقف كانها كانت امبارح. فالعمر بيعدي بسرعه جدا، وانت بتبقى معتقد في وقت من الاوقات ان لسه بدري وان الدنيا لسه هتديك، وان لا انك لا في معايا يا باشا الوقت ما بقاش زي الاول، والوقت اللي احنا فيه ما بقاش زي الاول. وانت كمان دلوقتي بقى اسرع طبعا. انت غيابك هنا شهر ولا 2 في 100 حد هيطلع يركب يعني. حاجه تانية كمان ان السوشيال ميديا بقت نافذه. انا شايفها حاجه كويسه جدا وايجابيه عكس كل الناس، والتيك توك والحاجات دي انا شايفها حاجه ايجابيه جدا. بقت نافذه لاي موهبه. انت زمان في جيلنا عشان تعمل اغنيه ده انت حلني يا لهوي. ده انت عشان بقى اقول بقى هات كتابه وتلحين وشوف هتعرض في قنوات ايه وهياخدوا فلوس قد ايه وهيعرضوها امتى ومين اللي هيوافق وقصص بقى. دلوقتي انت معلم على الانستجرام بتاعك ممكن تطلع فايرال في ثانيه. طب انت دلوقتي واقف في انهي مرحله؟ يعني احنا دلوقتي لو جه حد سأل هو محمد عطية بيعمل ايه، هتقول له ايه؟ انا دلوقتي بقول لك انا اشتغلت على الالبوم ده في تجربتي خلال ال 42 سنه دول. حاكي فيه ايه اللي حصل لي في خلال 4 اغاني متصلين ببعض. 4 اغاني متصلين ببعض. ال4 اغاني بيحكوا ايه اللي حصل لي. انت تسمعهم اغاني عاديه بس لو ربطتهم ببعض هتعرف ايه اللي حصل مع محمد عطية من يوم ما اتولد لغايه يومنا هذا. في الوقت اللي انا كنت قاعد فيها عرفت ان انا مفيش شغل دلوقتي هقدر اعمله غير لما ابقى انا مقتنع. انا قبل ما اقدم حاجه للناس قعدت اطور من نفسي على قد ما اقدر. قعدت اقرا كتير، قعدت اتفرج على حاجات كتير، حاولت اشوف حياتي تبقى صحيه، لان الحاجات دي كلها اعتقد انها مرتبطه ببعض. يعني احنا بنبص للناس اللي بره وبناخد الحاجات دي بتهكم وسخريه. طبعا حلوه ان احنا نسخر من كل الحاجات ونهزر وبتاع، بس انا بنبص مثلا على كريستيانو رونالدو. هو ليه كريستيانو رونالدو؟ ما ده كان سؤالي التاني كنت عايز اساله لك. هو محمد عطية بالنسبه لي اول لما طلع حاجه وبعد كده جت فتره عليك انت اهتميت بفكره الجيم والصحه والكلام ده كله. ايه التويستايه اللي حصلت؟ لان ده بيبقى انا عارف يعني في قناعاتي انه بيبقى قرار فجاه وانا لا انا خلاص هلتزم. واكيد طبعا ما بيبقاش وليد اللحظه، اكيد بتحاول تلتزم مره وبعد كده ترجع تاني وتقع وتقوم والكلام ده كله. يا باشا انا اتفهم من كده بكتير. القرار بتاع الجيم ده قرار تافه جدا. ايه بقى اللي حصل عشان تتحول للتحول؟ هقول لك على حاجه. هو انا دلوقتي انا رابط كل الحاجات ببعض. دلوقتي بعد النضج كده عرفت ان الحياه الصحيه لا تتجزأ. لازم تقرا، لازم تروح جيم، لازم تثقف نفسك. ده ايه بقى الشراره اللي خلتني اعمل كده؟ حاجه تافهه جدا. كنت قاعد مع صاحبتي في السينما الناس مستنيه قصه الهام وهي قصه قصه تافهه فشخ. كان فيلم بتاع كازينو رويال باين، كان فيه دانيال كريج اللي هو كان، فقعد جنب صاحبتي كده وصاحبتي بقى متصاحبين وبتاع، المفروض انا الراجل اللي في حياتها يعني. ففي لقطه في الفيلم كده هو خارج من البحر وجسمه بتاع، فلقيتها بتعمل فانا قاعد جنبها حسيت ايه ده؟ وانا كنت رفيع فشخ حسيت ايه الاحراج ده؟ وبعدين بقى مش هي طولت وعمال ابص لها انها تبطل انبهار يعني ما عنديش يعني تمام هو ممثل وبتاع وكل حاجه،
بس قلت بس طب انا انت استغربت. مش استغربت، هي يعني حاجه موقف. تخيل انت قاعد مع صاحبتك ومعجب بجسم واحد تاني في التلفزيون، هي عادي لان احنا كلنا مش مطلوب مننا ان احنا نبقى موديلز كلنا، بس هي دي اللحظه اللي انت قررت اللي فيها قررت انا تتحول هطلع اروح الجيم. شهر وسيبنا بعض وكملت انا في الجيم الى بقى يومنا هذا. انت الى بقى يومنا هذا. لايف ستايل. بقى خلاص، يعني انت دلوقتي بتسالني تشرب ايه، قلت لك من غير سكر. انا خلاص دي عاده عندي، يعني انا حتى لما باكل اكل دلوقتي جانك ولا حاجه كده بتعب، معدتي بتتعب لان خلاص انت مش متعود يا باشا. انا بصحى 5 الفجر دلوقتي، وتنام. انت بتبعت لي دايما مسجات تلاقيني بقى ترد عليك 8 الصبح، اه لان ببقى صاحي واتمرنت ورجعت ومكسوف ابعت لك لان عارف انك انت نايم اكيد. انا ببقى 8 الصبح دي خلصت تمرين. يعني انت بتصحى بصحى 5 وتنام 6 امتى؟ ماكسيم، بنام 10 11 بكتير ماكسيمم. الا لو عندي شغل. بس انا عندي مشكله ان انا حتى لو سهرت بصحى برضه 5 6. لان خلاص انت خلاص الساعه متعود على كده، البيولوجيه بقالي كتير اتظبطت على على كده. كده. تصحى 5 تروح الجيم. بصحى 5، وفي لبنان كنت بصحى 5 اطبخ، لان انا بطبخ اكلي، لان انا ما بثقش في اي دايت حاجه من بره. انا بحب انا بعمل اكل بنفسي، اطبخ اكلي، انزل احطه في التلاجة، انزل على الجيم، ارجع من الجيم اشوف بقى هعمل ايه، هقرا، هكتب، هروح استوديو، هخرج مع اصحابي، هروح بعمل. يومي بيمشي بقى وبيخلص 9 10، وبعمل في اليوم حاجات كتير قوي. عكس ما انا لغايه انا كنت قاعد انا ونادر حمدي في نفس البيت 9 سنين. حياه يعني بص خزعبليه. كنا بننام الساعه مثلا 12 الظهر ونصحى 9 بالليل، جنبينا الجانك فود ولتر البيبسي، كل الحاجات دي. هشرب بيبسي يا جماعه مقطع عشان بس ايه ساعتها قبل ما ندرك الخطا الجسيم. ف كانت حياه بشعه يعني. كنا بس كنا بقول لك عشرينات، يعني كنا عشرينات، فكنا دي حياتنا لغايه لما قررت عندي 30 سنه 29 سنه ان انا لا، انا لازم هتغير اللايف ستايل. وبعدين دلوقتي كمان بنبسط بقى لما بروح العب كوره ولا بتاع، ان انا نفسي تمام وجري تاني. انا بنبسط الدنيا تبقى صحيا مظبوط. الحمد لله. طب تعالى اروح معاك لفكره لبنان. ايه سر التعلق بلبنان؟ واللي انا يعني عرفته من وانا بدردش معاك بره كده ان انت عايش هناك. انت نقلت حياتك هناك. ليه ده اصلا حصل؟ وليه لبنان بالتحديد؟ بص، هو انا مش مؤمن بالرينكارنيشن، مش مؤمن بالحاجات دي خالص. بس انا بحس ان لو في لو روحي كانت في جسد تاني قبل ما تبقى موجوده، احس انها كانت حدث. لان انا حصل حاجات غريبه جدا في لبنان. انا متعلق بلبنان دي وانا عندي 9 سنين. اوكي. يعني كان في ورقه كده بقول لك لقيتها، كان مكتوب فيها البلاد اللي نفسي اسافرها. احنا في السن ده بثقافه كابتن ماجد وثقافه مش عارف ايه بنبقى امريكا، اليابان، دي اللي عجب. انا كاتب لبنان اول بلد. ووالدي الله يرحمه كان بيسمعنا فيروز طول الوقت، ففيروز لفتت انتباهي لوجهه نظرها للحب وللحياه غير الاغاني اللي بسمعها من ام كلثوم وعبد الحليم والفام بتتكلم بوجهه. فبدات اشوف لبنان من اغاني فيروز يعني. بدات اشوف لما بتتكلم بتوصف مثلا تنورين، وبتوصف الضيع اللي هناك دي. فايه البلد دي؟ ايه انا عايز اعرف ايه البلد دي. وصدفت بعد عمر ان انا اتشهر من لبنان. يعني ستار اكاديمي كان في لبنان، فانا متعلق بالبلد دي وبحبها حب انا ماليش يد فيه. يعني انا ما اعرفش ليه انا بحبها، بس بحبها حب صدقني، ما اعرفش، انا بحبها جدا البلد دي. قرر ان انا اروح اعيش هناك. ان انا كمان من الحاجات انا بحب البلد يبقى فيها طبيعه. يعني انا بحب لبنان فيها طبيعه رهيبه. بس ما بقدرش ابعد عن هنا برضو. يعني هنا برضو بص، في حاجات لما بتبعد عن مصر شويه 4 5 سنين، كلنا احنا في وسط البلد عايشين هنا بنبقى يا وزهقنا من البلد والناس وبتاع. ابعد بس 4 سنين كده ولا 5 سنين، هتحس انك عايز ترجع. هتحس بحاجات. مش هقول لك على كلام كليشيه واللي شربتش من نيلها، لا. اولا احنا اخف دم شعب في الكوكب، اخف من اللبنانيين، من اي حد. ماشي، ما تقارناش في خفه الدم باي حد. صدق والله مصدق. انا عشت وقعدت بقى مع كل الجنسيات. اجانب وعرب وامارات، كل ما تتخيله. واكتر شعب كرييتيف. اوكي. احنا لو توفرت لنا امكانيات مظبوطه صدقني ما فيش حد زينا. احنا في الفن حته تانية خالص. يعني طبعا مع احترام لكل الدول وكل الناس، لا بس احنا جامدين جدا. انت حتى كمان البدايات كان كل المغنيين العرب او اي فنان بيبقى عايز يجي في مصر في الاول. الشعب يا باشا، الشعب دمه خفيف وعنده تذوق فني مش طبيعي.
فكره انك انت كمان في حاجات كده، في حاجات مصري، في حاجات بتاعتنا، مم. في حاجات بسيطه جدا بتحس ان هي مش موجوده، دي عندنا احنا. الفتي المصري بتوحشك الحاجات دي. يعني انت في لبنان لو تسال حد على حاجه يقول لك ما اعرفش. هنا الكلمه دي مش موجوده، ده نادرا لما هتسمع حد بيقولها. مستحيل. نادرا مين يبقى ده؟ احبسه اللي تلاقيه بيقول ما اعرفش، ده هاته، ده عمله نادره. مفيش حد بيقول ما اعرفش هنا. مم. اساله كده عن تغيرات المناخ الحراري في المريخ، يقول لك يا هيقول. باشا اصل المريخ هيفتي، مم. بس مش هقول ما اعرفش. بس انت بتروح وتيجي انا غالبا انا عايز ارجع هنا اصلا. عشان والدتي ست كبيره وعايز اقعد معاها، ووالدتي انا متعلق بيها جدا، هي اهم حاجه في حياتي يعني. ده غير ان انا بحب لبنان وعمري ما علاقتي هتقطع بيها يعني، بس هبقى بين هنا وهنا. بس عايز ارجع هنا كمان عشان الالبوم، وعشان حاسس ان انا لسه ما اثبتتش نفسي في مصر. سيبك من ستار اكاديمي ده انا بعتبره بدايه وما كانش ليا يد فيها قوي، ما كانش فيه اجتهاد منها على قد ما هي توفيق. طبعا في اجتهدت، بس مش يعني في ناس اكتر موهوبين اكتر مني في التمثيل وفي الغنى وفي كل حاجه، ما اتاحت لهمش الفرصه ان هم يبقوا عارفين الوطن العربي خلال 4 شهور. دي حاجه اعجازيه يعني، دي حاجه ماشي، بس مش منطقي يعني. خلينا نتكلم ABC ما رجعهاش لنفسي، رجعها لتوفيق من ربنا وحميه الشعب المصري. احنا ساعتها الناس كانت عايزه المصري ده يكسب. طبعا ما كان في تصويت من بلاد تانية، بس المصريين لا كانوا هم السبب يعني. فانت حاسس ان انا لسه ما اثبتش نفسي هنا. طب انت عايز تعمل ايه هنا غير موضوع الالبوم؟ حاجات كتير. انا بكتب مثلا، وعندي بكتب سكريبت، وخدت في الكورونا خدت كورس اونلاين، وبالف والحن، بكتب والحن. ده في اغاني معموله اوريدي هتنزل الفتره الجايه دي، مش بتاعتي، لناس تانية. والتمثيل، وعايز ادرس اخراج، عايز اعمل حاجات كتير قوي. انت عايز ترجع يعني للتمثيل تاني؟ عايز اعمل حاجات كتير يعني. انا بقول لك، انا دايما ما عنديش فكره ان انا فكره ان انا مهتم بصحتي دي لسبب ما برضو، ان انا عايز افضل محافظ على شكلي عشان اقدر لغايه 55 او 60 اقدر ابقى بظهر بشكل متواجد. لان انا مش عايز اعجز بدري. انا كمان اصل طب ما كريستيانو رونالدو على فكره اصغر مني بسنه، بس كريستيانو رونالدو انا انت لغايه 50 هيفضل بالشكل ده. يعني بالطريقه اللي هو عايشها بسبب الرياضه واللايف ستايل والاكل الصحي الرياضه والاكل الصحي دول اهم حاجه في حياه اي انسان، صدقني. فانا طبعا عايز ارجع للحاجات دي، بس مستني خطوه الالبوم دي خطوه اولى يعني. وبس يعني في حاجات كتير قوي، في طموحات كتير قوي، وعمري ما حسيت ان لا خلاص الوقت عدى. عمري ما حسيت بده. ايه اكتر حاجه اتغيرت في شخصيتك على مدار السنين دي كلها وفخور بيها لحد دلوقتي؟ ان انا ما اتشبث برايي خالص. يعني انا قناعاتي دي حاجه، انا زمان كنت رايي ده بحارب عشان دلوقتي دي حاجه من الحاجات اللي انا معتز بيها جدا دلوقتي. ان يا باشا طب ما انا رايي ده ممكن انا رايي من سنه ما كانش هو رايي دلوقتي، وعادي ممكن اطلع حمار. يعني عادي ممكن ابقى بتكلم بفلسفه وبتاع واطلع حمار في الاخر. فما عندكش مشكله انك ترجع تغير يعني تتقبل الراي الاخر؟ لا، هو دي الف ب. انت لو عايز تبقى انسان سوي لازم تتقبل الاخر عامه، مش الراي حتى الاخر عامه. الاختلاف اللي عندك في الدين، في العرق، في اي حاجه لازم تتقبل. تقبل الاخر ده دي الف ب. تاني حاجه بقى لازم تقتنع انك انت بني ادم بتغلط. يعني دي لازم قناعه تبقى عندك، ان انا دلوقتي بكلمك اهو وحاسس ان قريته وبتاع، وقريت كتب وقريت وشفت وبتاع، ما عادي برضه. ممكن اطلع يعني اللي استخلصته من تجربتي في القرايه وفي الافلام والحاجات دي، ممكن اطلع في الاخر IQ بتاعي مش لطيف، فاطلع يعني اشوف حاجه اطلع بيها بحاجه غلط. فدي اهم حاجه، ان انا ما يعني في مقوله انا مؤمن بيها جدا بتاع برتراند راسل، بتقول I would never die for my beliefs because I might be wrong. انا مش هموت نفسي على رايي لان انا ممكن اطلع غلط. ده فيلسوف من اهم فلاسفه القرن العشرين. برتراند راسل ده واحد من اجمد الفلاسفه اللي ممكن تقراهم في حياتك. تخيل ده لما يقول لك انا مش هموت نفسي على رايي عشان ممكن اطلع غلط. فاحنا بقى بنقعد نتخانق على الفيسبوك وبتاع، يا باشا ما انت ممكن تطلع غلط. حط الاحتماليه دي في اي وارد. وكم من القضايا والاراء اللي انت نفسك ميموريز الفيسبوك اكبر دليل
على ان انت كنت حمار في يوم من الايام. والله وحياه ربنا اكبر دليل على ان احنا اي حد فينا بسناء انا بشوف حاجات غريبه والله عندي من ناحيه الصور والموضه يا والاراء لهوي، والشخصيه، والايام ما كنا بنكتب فرانكو كلنا حاجه. بص بس ده كان في وقتها منطقي. كان في وقتها أيوة، يعني دلوقتي انا بالنسبه لي اللي بيتكلم انجليزي في وسط كلامه اصلا، انت ليه بتعمل كده يا حبيبي؟ اما انا دي اكتر حاجه بقى تجنني. انا احب المدرسه بتاعت انت لو لغتك كده وانت تربيتك كده يا سيدي وتعليمك كده، حتى لو انت عايش في مصر اتقبلها، ما عنديش مشكله. بس شغل ان هو نحشر بقى ايه عربي في انجليزي عشان ابين لك ان انا بقى ان انا جامد قوي. ايوه هي مش كده يا باشا يعني. لا هي الفكره كمان، انا عندي اعتزاز بعربيتي جدا. انا احب العربي. يعني انا بحب اللغه العربيه جدا. انا اصلا دارس في الازهر واللغه العربيه بالنسبه لي دي من امتع اللغات. انت خريج الازهر؟ انا دارس لغايه 19 سنه، درست 19 سنه في الازهر. فاللغه العربيه دي احنا درسناها واحنا صغيرين، دي كانت يعني جميله. الكم المعاني والحاجات اللي فيها والتكوينات اللي في الشعر والحاجات دي احلى بكتير من اي لغه تانية. فانا عندي تشبث بالعربيه جدا، بحب اللغه العربيه جدا. ففي وقت من الاوقات كنت بكتب انجليزي، بكتب بقى اراء انجليزي. ليه؟ بخاطب مين؟ انا من طنطا. بخاطب مين بجد والله؟ يعني واحد من طنطا بيكتب على الفيسبوك بتاعه بالانجليزي ليه؟ الا بقى ساعات في القضايا مثلا زي القضايا الفلسطينيه كنت بكتب على الفيسبوك عندي او على انستجرام عشان عايز الموضوع اكتر والناس تعرف اكتر. انما في الحاله العاديه لما اكتب رايي مثلا في فنان في فيلم، بكتبه بالانجليزي ليه؟ ما مين هيشوف؟ يعني براد بيت مثلا عامل لي فولو، لا بكتب ليه؟ فدي حاجات من الحاجات اللي بقول لك اتغيرت مع الوقت. وعشان كده بقول لك احنا اي حد لازم يبقى مدرك تماما وعنده يقين تام انك انت في رايك ممكن تطلع حمار، وصدقني مفيش حد كبير على انه يطلع حمار. طيب تعال نروح معاك لخط الدفاع. وقبل بس ما ابدا في الحته دي، انت ذكرت دايما قصه القرايه. استيل لحد دلوقتي بتقرا؟ طبعا. مش عايز اجيبها ازاي. مش بتتاثر بفكره التكنولوجيا يعني انت لسه بتقرا فكره الهارد؟ انا ما بعرفش اقرا من الموبايل. ما ده كان سؤالي. انا ما بعرفش اقرا من الموبايل، ودي مشكله. مثلا انا في كتاب، انا بحب كاتب اسمه هاروكي موراكامي جدا، كاتب ياباني بحبه جدا، وده عايش لغايه دلوقتي، وده من اكتر الناس اللي بتبيع كتب في القرن يعني تمام. هو اخر كتاب ليه اسمه The City and Its Uncertain Walls، وما ترجمش عربي، المدينه وجدرانها الغير يقينيه. او المهم يعني الكتاب ده نزل من سنتين، وهو دوره الكتاب نفسها ان هو بيترجم انجليزي وبعدين بيوصلك انت هنا بعديها بسنتين يترجم عربي. ده دوره لو انت بتتابع اي كتاب كتاب اجانب يعني. فانا كنت هموت من ساعه لما نزل، وموجود بقى متواجد ان انا ممكن اجيبه، مش عارف اشتريه لانه ما نزلش هنا وما نزلش في اي بلد عربيه. ممكن اجيبه ما اعرفش، لا انا عايزه. لغايه لما نزل من سنه وانا في لبنان، نزل النسخه الانجليزي، رحت جايبها، جبتها بعديها ب3 ساعات. بعدين 3 ساعات يعني انا القرايه بص لازم اقرا في اليوم شويه، لان يعني انت مثبت في اليوم وقت لازم تقرا قبل ما انام. ده وساعات بقى بنزل لو انا غصب عنك، لو عندك شغل تصوير. لا انا كل يوم لازم اقرا قبل ما انام. بس ساعات في الايام العاديه اللي انا ما عنديش حاجه فيها، بنزل اصحى اخلص جيم واروح اقعد في حته على يعني كده، او ماسك كتابي واقعد اقرا. يعني انت يوميا لازم تقرا على الاقل 30 صفحه، على الاقل 30 40 صفحه من الروايه اللي بقرا. انا دلوقتي لو بقرا روايه لازم 30 40 صفحه كل يوم، ده المينيمم. الا بقى لو فيها مثلا وساعات الروايه بتخليك، يعني مثلا في روايه اسمها اي كيو 84 بتاعت هاروكي موراكامي برضو، دي 3 مجلدات 600 صفحه كده. دي اقسم لك بالله انا كنت بصور ساعتها مسلسل في لبنان، من كتر ما الروايه حلوه انا كنت بين المشهد والمشهد بروح اخطف صفحتين حسب الروايه برضو. ما هو زي الافلام، خد بالك. ما هي الا لو بقرا كتاب مثلا فلسفه زي لبرتراند راسل لنيتشه، الحاجات دي قصه تانية، دي بتقراها بقى بروقان. انما الحاجات اللي فيها سرديه وفيها متعه حسب كانك. طب عايز اسالك سؤال في موضوع القرايه ده تاني، لانه انا من الناس اللي بتحب القرايه، بس الفتره الاخيره يمكن اعتقد ادخل في 3-4 سنين ما مسكتش كتاب، ودي من الحاجات السلبيه اللي نفسي احسنها. بس لو حد من الاجيال الصغيره بيتفرج علينا دلوقتي، انت ازاي تخلي ان هو او تنصحه كواحد بيقرا كتير يوميا ان يبقى عنده الشغف انه يقرا؟ بص، انا والدي الله يرحمه قال لي حاجه وبترن في ودني. انا والدي حاول مع اخويا واختي ان هو يخليهم يقروا. كان بياخدني معرض الكتاب، قال لي القرايه موهبه زيها زي الرسم زي الغنى. انت يعني نادر حمدي مثلا كان قاعد معايا في نفس البيت، كان كل يوم بيلاقيني عمال اقرا، فهو واقعد اقول له الكتاب ده جامد وبتاع ومش عارف ايه وكذا،
فيقول لي طب ما انا عايز اجرب اقرا. هو مم. مثلا بيمسك كتاب بيسرح بعد 4 سطور. انت لو اجتهدت بقى وعايز تثقف نفسك، عايز تعرف، وبعدين خد بالك الجيل الجديد كمان عنده حاجه مش متاحه لنا احنا كنا المعلومه عشان نعرفها بيطلع لنا. يا لهوي، تسيرش وتروح فدلوقتي يا معلم مكتبة وتسأل بالظبط. ومكاتب وجرايد فدلوقتي القرايه حاجه صحيه جدا مم. على المستوى انك انت بتطور من شخصيتك، بتخليك بتشوف تجارب بلاد وشخصيات تانية وانت قاعد في مكانك، وتجارب مش هتشوفها في افلام، لان القرايه غير الافلام. القرايه بتخليك تسرح انت بخيالك. يعني انت مم. لما تقرا هاري بوتر غير لما تشوف الفيلم. دي حقيقة. هتتخيل انت الوحش ده باكتر حاجه قبيحه شفتها في حياتك وتخوفك انت. انا غير قريت لما سلسلة هاري بوتر مختلفة خالص عن الافلام. غير لما انت تشوف الخيال المخرج صور الوحش ده ازاي. فاهم قصدي؟ انا بكلمك في الروايات فاهم. غير بقى كمان لما يعني خبرتك في الحياه، لما تقرا واحد زي برتراند راسل او اقرا كتب، ابدا اقرا حاجات العاديه. لما تقرا فلسفه والحاجات دي هتحس انك انت الحياه تبقى سهله عندك. يعني انا وصلت حاله برضو من اللامبالاه في المشاكل، مش لامبالاه سلبيه، ان انا بقيت عايز احل المشكله دي، هحلها، مش هعرف احلها او ملهاش طريقه، ما اقعدش اتحسر عليها، لان ده يعني فاهم الحاجات اللامبالاه دي بتوصل لمرحله انك انت تمام يا معلم. كل الحاجات دي وفلسفتك في الحياه ونظرتك للناس ونظرتك للبشر وتصالحك مع الاخر وتصالحك مع فكره انك انت ممكن تطلع غلط وبتاع، كل ده بسبب القرايه. فانا بنصح اي حد طبعا انك انت لو عايز تطور من شخصيتك، عايز تبقى وبعدين اقرا لنفسك. ما تقراش عشان تبهر بنت او تبهر شخص، اقرا لنفسك. اقرا لنفسك، دي اول حاجه تبقى عارفها، انك انت بتقرا عشان انت تبقى شخص متطور عن اللي كان السنه اللي فاتت، عن السنه اللي قبليها، عن السنه اللي فاهم وهكذا. ايه الفكره او القيمه اللي لو كل الناس هجمتك او العالم كله هجمك انت استحاله تتخلى عنها، هتفضل تدافع عنها؟ المساواه بين الرجل والمراه. انا بشوف الاثنين كائن، دي كائن وانا كائن وليها حقوقها، يعني مفيش اي اختلاف بيني وبينها غير الاختلاف الجسدي، دي قصه. انما في العقل والبتاع كل ما يتداول بقى من يوم ما اتربينا عن نقصات عقل ودين مش عارف كل الحاجات دي انا مش هتراجع عنها، وشايف ان الست زيها زي الراجل تماما في كل حاجه. تاني حاجه تقبل الاخر. الحاجتين دول عمري ما هغير وجهه نظري فيهم، ان انا اتقبل الاخر باي شكل طالما هو ما فرضش، مهما كانت خلفياته، مهما كان هو مين، مهما كان بيعمل. انا هقول لك على موقف. احنا في الفتره اللي فاتت دي شفنا وفاه زياد رحباني الموسيقار العظيم، وفي ناس بتدخل تكلمني انت ازاي زعلان عليه، ده كانت رايه كذا. انا بعد الثوره المصريه الفنانين طلعوا في التلفزيونات وفي الصحف بداوا يتهكموا على بعض. ده يطلع يقول ده مش عارف لان ده في راي وفي راي اخر. كان في ناس مع الثوره ضد الثوره. من الناس اللي تهكموا عليا ولا زلت لهذه اللحظه بحترمهم تماما وبكن له كل احترام واحنا اصحاب، عمرو مصطفى. اوكي. ليه بقى؟ رغم ان رايي كان غيري تماما، هو هنا وانا هنا، وطلع اتريق عليا عشان رايي، لانه ما غيرش رايه لحظه. في عز ما الموجه عليت على اللي كانوا ضد الثوره هو فضل متمسك برايه. ده انا احترمه تماما ومتقبل رايه ومتقبل اللي هو بيقوله، لان هو احنا كل مستحيل ان كلنا نتفق على راي واحد، الا لو بننافق بعض على السوشيال ميديا عشان نطلع كلنا مثاليين. فعمرو مصطفى طلع ساعتها مذيعه بتساله بتقول له محمد عطيه مع الثوره مش مع الثوره وبتاع، لا محمد عطيه لو عدى من قدام امه ما حدش يعرفه، مش هيعرفوه. انا شفت وناس تبعت لي الفيديو وناس تبعت لي مش عارف ايه، انا ولا زعلت ولا ضايقت، رغم ساعتها كنت صغير وكنت انفعالي اكتر. ليه بقى؟ لان انا عارف ان هو بجد عنده قناعه، وانا كمان مع الافيه. يعني انت لو طالع تتريق عليا في برنامج انا تمام، ما عنديش مشكله مهما كان الافيه ده، هتتقبل يعني مهما كان الضحك عندي ضحك. قول اللي انت عايزه يا باشا، طالما بنهزر هزر. فلما طلع الناس بعت لي الفيديو ده انا شفته ما اتضايقتش خالص، والناس تقول لي قول وبتاع واطلع، والصحافه تكلمني عمرو مصطفى يا جماعه طب ما هو ده رايه في كل الناس اللي كانوا مع الثوره، هو ده رايه. وعشان كده انا بحترمه، لانه بغض النظر عن ايه رايه فهو نابع عن قناعاته وطالع من راسه هو، مش طالع نتيجه مصلحه او نتيجه حاجه تانية. مين هو خط دفاعك الاول؟ يعني ايه مين اللي بيدافع عنك؟ امي يا معلم. بص امي لو انا غلطان، يعني امي لو حتى لو غلطان؟ مفيش غلطان. مين؟ مفيش يا باشا الكلام ده. انا ما بغلطش عند امي.
يعني ممكن اغلط بس قدام الناس مفيش. العلاقه دي نابعه من ايه؟ اتشكلت ازاي؟ نابعه من انا اخر العنقود عندها. انت تاني عندك قلت لي اخ واخت. اختي في كندا اوكي. واخويا في دبي. ومين الكبير؟ اختي. انا اخر أوكي، العنقود. وأنت آخر واحد. اختي فرق بينها وبين احمد، رانيا بينها وبين احمد سنه. اوكي. انا بقى بجيب بعد 9 سنين. اوكي، فالفرق كبير. فرق كبير. فامي بقى كمان انا عندها حاجه تانية، لان انا كمان متعلق بيها جدا. انا انا ما بقولش بالابراج، بس انا برج السرطان وبرج السرطان. فانا امي هي اكتر واحده وقفت جنبي في حياتي. يعني هي اكتر واحده عمل من ايام من قبل ستار اكاديمي. يعني انت عارف في الوقت اللي كان فيه والدك تبقى انت نازل يبقى فيه البنطلون الجينز مثلا، ايام ما كان البنطلون الجينز لما كان ب 100 جنيه ده يا نهار اسود 80. انا بكلمك بقى في التسعينات. فعشان اقنع بابا ان البنطلونات بقى بالسعر ده، هقنعه ازاي؟ ما هو انت في حصل قفزه كده في التسعينات ان البنطلون من 30 40 100. مين بقى اللي كانت بتكمل؟ والدتي مثلا. مين اللي اقنع بابا ان انا امضي على عقد مبهم بتاع ستار اكاديمي؟ عقد ستار اكاديمي ده انت لو انا اب مستحيل امضي لابني عليه. عقد بيقول لك انت هنصورك 4، ما كانش لسه اول سيزون بقى، ما حدش عارف ايه اللي بيحصل. 4 شهور بتتصور ومتاح نعرض اي حاجه عنك بدون الرجوع لراي ليك وما عندكش اعتراض. عقد مريب. تمام. وبابا قال لي مستحيل. كنت انا لسه قاصر ساعتها فلازم يمضي. قال لي مستحيل. اللي اقنعه ماما. يعني هي كانت في ظهري دايما. ودايما بابا صوت العقل وهي دايما العاطفه. يعني بابا كان العقل والقرارات رغم ان بابا كان صاحبي جدا، خد بالك، ولا حبيبي في بس ماما لا. وبعدين لغايه دلوقتي انا في الوقت بتاع اللي حصل اللي قعدوني 8 سنين في البيت حصل لي دروب طبيعي، ما عنديش دخل. مين اللي كان ساعتها يعني عايز ايه؟ بتاع امي في ظهري في كل حاجه. يعني لما تحصل لي اي ازمه في اي حاجه هي اللي بتدافع عني، هي اللي واقفه جنبي في وقت ما. وبعدين بقى ايه؟ لو في حد مذيع بيشتم فيا مثلا، انا ممكن انا بارد. انا خلاص وصلت لمرحله اني عارف انا بص طالما ارتضيت الشغلانه دي ارتضيت الشغل فخلاص بقى لازم تبقى خلاص يا باشا. بارد. طالما انت طلعت على السوشيال ميديا ما انت خلاص بقى معرض للنقد والشتيمه فما ينفعش ازعل. طبعا في كلام بيجرح، بس انا ما ينفعش ازعل. انت بتشتغل، شوف لك شغلانه تانية. هي الشغلانه دي صح، هي باكج على بعضها. صح. هي بتاخد حسناتها وسيئاتها. فادخل الاقي امي بقى بتدعي على حد الهي مش عارف يحصل له ايه، ودعوه غريبه مركبه انا ما اعرفش اكتبها كسكريبت. يعني ما اعرفش ليه يا ماما، اصله قال عنك كذا في التلفزيون، اصله اتكلم فبتتحمق جامد يا لهوي. بتعصب. فهي خط الدفاع الاول. عشان كده احد اسباب ان انا عايز ارجع مصر هي والدتي. اوكي، ان انت عايز تبقى جنبها طبعا. والدك اتكلمت عليه. اتعلمت منه ايه؟ يا الشخصيه اللي قدامك دي في منها كتير قوي من والدي. كتير. الكوره، حب الكوره. انا بحب الكوره، انا مهووس بالكوره، لان انا اهلاوي جدا. وهو كان اهلاوي برضه. يا نهار اسود. لو فكرت تطلع زملكاوي كان عمل فيك ايه؟ لا ما كنت ممكن اطرد. لا مفيش حاجه اسمها اهلاوي، مفيش حاجه اسمها زملكاوي في البيت دي عندنا. ده انا كنت باخد فلوس. فاكر ماتش الاهلي والزمالك 3-0 الجون بتاع عبد الجليل؟ ما اعرفش تعرفه. فاكر الجون؟ مش هفتكره. كان جون ابراهيم حسن كده من شاط واحده من الجنب كده، كان باك رايت الاهلي. بعيد قوي دخلت، كان 3-0. انا كنت باخد على الجون 5 جنيه في عز ال5 جنيه دي كانت مصروف شهر. رقم كنت باخد 5 جنيه على الجون. فهو الاهلي ده بالنسبه خدني. الاهلي كان انا من طنطا، الاهلي جه لعب طنطا. خدنا ورحنا الاستاد طبعا. فاهم؟ القرايه كان بياخدني كل سنه معرض الكتاب. وكان بيعمل معايا اتفاق لطيف جدا، معرفش جابه ازاي. انا كشاب كطفل في السن ده بحب سبايدر مان وسوبرمان. دي كانت حاجات ليها علاقه بمارفل. روايات مارفل كانت غاليه جدا جدا ساعتها. كانت الروايه الواحده ب70 جنيه والكتب من 2 ل 3 جنيه. انت فاهم الفرق؟ فبابا كان بيجيب لي، بيعمل معايا اتفاق، هجيب لك 3 كتب مارفل تختارهم انت براحتك، بس قدامهم هجيب لك 5 كتب من اختيار انا. تخلص كتابين اديك واحده تقراها من مارفل. اوكي، حلو الديل ده. ديل عالمي. وانت ارتضيت طبعا. فانا قريت مثلا نائب عزرائيل بتاعت يوسف السباعي عندي 9 سنين. يا ساتر يا رب. انت فاهم؟ فلسفيه واحد ايه ده؟ قريتها عن 9 سنين. قريت حاجات طبعا، في حاجات كانت اللي هي تعتبر الاطفال، تشارلز ديكنز مثلا، اوليفر تويست، الحاجات دي قريتها وانا صغير برضو. فانت انا بدات اتعلق بالقرايه دي من وانا صغير جدا.
وبدات اكتشف ان ساعتها كان خد بالك ما كانش فيه كل حاجه، فكنت بشوف عوالم في القرايه دي. وانت كمان سنك صغير يا الدنيا لهوي. بتتشكل. وكان بيجيب لي حاجه، كان في مجله اسمها علاء الدين، طبعا كان بيجيبها لي كل خميس، كانت بتيجي كل خميس. علاء الدين وماجد كل الحاجات دي كانت بتجي لي طبعا، وميكي وفلاش والحاجات دي كلها كانت بتيجي. فكان في فرايتي عندي تنوع. حظنا حلو ان احنا حضرنا برضو طبعا فتره في موضوع المجلات دي كمان بالتحديد، كانت فتره. وسمير فضولي دار على فضولي وكان كمان المغامرون الخمسه وملف المستقبل، الراجل المستحيل، وراجل مستحيل. لا كانت آدم. فتره كانت فتره فبابا حلوة. كان بيجيب لي الحاجات دي فحببني في القرايه، غير بقى كمان حبي للفن. يعني كان هو السبب فيه، مش سبب، هو انت يعني هو كان بيشجع جدا. يعني انا مثلا في لما قررت احول، انا كنت في الازهر وعايز احول من ثالثه اعدادي لثانويه عامه عشان انا عايز ادخل اعلام، لان انا مش هدخل طب او صيدله والحاجات دي، ومفيش اعلام في الازهر. فقررت ان انا احول. عشان تحول مفيش تحويل، يا اما تترفض وتدخل منازل. فدخل بقى اقول لبابا الموضوع ومرعوب، هتحول المنازل وبتاع وتتحم مع الساقطين ومش عارف ايه. لقيته بيشجع لان عارف ان انا عندي طموح ان انا ابقى فنان، وجاب لي هديه عود. اوكي. وكان بيسمعني فيروز كتير فشخ، كان بيسمعني، كان يختار مثلا يقول لي عايز تسمع ايه، ان كان مسافر مثلا، سافر هو ولا مسافر القاهره، لما مسافر القاهره عشان معرض الكتاب ده، اسمعه مثلا. كنت انا بسمع عمرو دياب وبتاع، ما كانش يعترض ان انا اسمع، رغم ان عمرو دياب ساعتها بالنسبه له انت ايه اللي بتسمعه ده. كان يسمعني فيروز، يسمعني عبد الحليم، يسمعني محمد فوزي. وكان بيحب من جيلنا جورج وسوف. كان بيسمعني، كان بيحب جورج وسوف جدا. خطير. وخلاني عندي حاجه ان انا عندي تنوع، ودني بقت بتسمع، انا بسمع تركي وبسمع انجليزي وبسمع جورج وسوف وبسمع شعبي رمضان. مساعد ان هو بيوسع لك المدارك وبينوع لك الدنيا، مش مقفلها لك على حته واحده خالص. ده غير بقى حببني في السينما برضو. يعني مثلا فيلم الهروب الكبير، فيلم لص بغداد، دي افلام شفتها وانا صغير جدا. اوكي. فهو البوابه بتاعت شخصيه محمد عطيه اللي انت بتشوفها اللي علاقه بالفن والكوره والقرايه والحاجات دي كانت عن طريق بابا. طب انت فقدت ايه بوفاته؟ الله يرحمه. الله يرحمه. فقدت فكره النقاشات اللي ما اعرفش اتناقشها مع حد دلوقتي دي، لان كان صديق مثقف قوي. يعني بابا كان مثقف، كان عنده مكتبه، انا المكتبه دي موجوده عندي دلوقتي، مكتبه ايه كم الكتب اللي من كل اجواء وانحاء، كل الاطياف والالوان والاشكال. وكتب عن الديانه المسيحيه، كتب عن الشيعه، كتب عن مش عارف مين، كتب في كل الديانات وكتب في كل المجالات. انت بتجيب. وكان بيقرا دايما. بابا كان يخلص شغل على السرير بيقرا طول اليوم، مش مثلا زي ساعه ولا 2 ولا بتاع، فاهم؟ يخلص كتاب يدخل في التاني في جورنال بيقرا طول الوقت، بيقرا يقوم على ماتشات الاهلي، فاهم كده. فافتقدت ان انا لما كنت بقعد اتناقش معاه كنت بلاقي فيه مستوى فكري كده، ببقى مبسوط ان انا قاعد بتناقش مع حد. ايه ده؟ في محتوى ثري، عارفين نتكلم فيه، بتقعد تستفيد. ودمه كان خفيف جدا جدا. وكانت افيهاته اللي هي عارف، مش افيهات صارخه. كان عارف اسمه ايه، انا بنسى عن المشكله، اللي هو وبس يا ابني، مش عارف بتاع اللعبه محمد ثروت. لا مش ثروت، اللي هو انت ملط. لا مش هفتكر. انت ملط يا المهم يعني هو انت بتنسى، انا بنسى في الحته دي اللي هو الافيه بيطلع بالراحه جدا بس جامد بس جدا، في الهادي بس يتموت. فافتقدت كمان ان هو كان بيعرف. اتعلمت منه حاجه، ان القرارات في الوقت. يعني هو ماما كانت بتتعصب وتندفع وبتاع، هو كان بيتدخل في الوقت اللي لازم يتدخل فيه. الهري بقى اللي قبل التدخل ده ما هو ملوش فيه. اعملوا اللي انتوا عايزينه، اعملوا اللي انتوا عايزينه. في حاجه تستدعي التدخل هخش بيتدخل. وتدخله كان بيبقى حاسم في حاجات كتير، وغير لي قرارات كتير. لا يعني افتقدت حاجات كتير. فقدت صديق لان هو كان صاحبي جدا، ما كناش يعني ما كانتش علاقه اب بابنه. وخد بالك الكوره بتقرب الناس ببعض، بتكسر حاجز كده بينك. لو انت ووالدك بينكم حاجز الاب والابن بتتكسر في الماتش، لو مش عارف ايه وتسخن، فتلاقي نفسك فجاه بقى صاحبك اتحول لصاحبك من والدك. فدي كانت معانا الوحيد اللي كنت في البيت كنت بحب الكوره يعني. اخر موقف ممكن تقول فيه يا ريتني كنت يعني السكوت فيه احسن من انك ترد. يا لهوي يا جدعان، اخر موقف يا جدعان
ده يا ريتني سكت من يوم ما اتولدت. في مواقف كتير كتير قوي انا بتسال في البرامج وما اعرفش ليه برد. يعني ممكن اقول لا، في بشوف فنانين كتير قوي بيقول لا تعليق، الكلمه دي عمري ما قلتها. انت هتجاوب؟ بجاوب، ما اعرفش. هقول. انت عارف ليه؟ انا ليه زعلت على زياد رحباني قوي؟ دايما انا بتفرج على زياد رحباني بعيد عن مزجته وبعيدا عن ان هو شخصيه جايز. وانا بتناقش معاك قبل الحلقه كنت بقول لك ان زياد رحباني هو الفنان اللي يعني بيجي لك زيه فنان كل 50 60 سنه، اللي هو اخر واحد كان زي زياد رحباني كان سيد درويش. طبعا في خلال المسيره المصريه ناس كتير قوي، عبد الوهاب والناس دي كلها، بس دول فنانين جامدين وموهوبين. بس الفنان قليل قوي، الفنان اللي يتكلم عن قضايا بلده ويحط فكره وفلسفته في مزيكته وفي نفس الوقت يبقى حر. اوكي. الفنانين في الوطن العربي بيخافوا جدا من الجمهور. الرقابه بيعمل حساب للجمهور جدا. يعني انت تلاقي فنانين كتير قوي. طب انت ليه تشوفها خوف؟ ما ممكن يبقى يقول لك لا انا بحترم الجمهور. الاحترام حاجه والخوف حاجه تانية. في فرق كبير من كلمه الاحترام. انا بحترم الجمهور. احترام الجمهور ان انا بص، في شويه حاجات كده انا ناقم عليها. ناقم على فكره ان الفنان قدوه او الشخص. انت مش قدوه ولا انا قدوه ولا حد فينا قدوه. انت ما بتغلطش، كلنا بنغلط. صح. ولما انت عايزني قدوه، ليه عايزني قدوه انت راسمها؟ يعني ليه انت عايزني قدوه انت راسم قدوه في دماغك بواحد 2 3 4؟ انت مش عايزني قدوه، انت عايزني شخصيه انت عايزها. القدوه دي انت بتشوف. يعني انا مثلا محمد فوزي بشوف القدوه ليا في المزيكا، تمام؟ ما اعرفش بقى هو بيعمل ايه في حياته. انا زياد رحباني بحس قدوه في الشخصيه اللي كان بتطلع رغم ان في اراء ليه كان بيقولها انا غير ارائي، بس كان بيطلع يقول اللي هو عايزه. وده نادرا ما تجده في الوطن العربي. صعب جدا. الفنانين بيخافوا، اولا بيخافوا على الفلوس، وبيخافوا من السلطه، وبيخافوا من الجمهور. هو زياد ما كانش عنده الحسابات دي. فلما كنت اتفرج عليه اقول لي انا نفسي ابقى كده. عشان كده انت تاثرت بوفاته جدا. اتاثرت بوفاته لان بقول لك احنا ما اعرفش الناس هنا جاز ما او في يعني، بس هو انت لو تابعت مزيكه زياد والمسرحيات اللي عملها والكلام اللي كان بيقوله، هو كان نصير الفقراء جدا. بيتكلم عن قضايا مهمه جدا طول الوقت، وما يقوله في الحديث العادي هو بيترجم في مزيكته. دي توليفه صعبه جدا. انت تسمع غنى عبد الوهاب عبقريه في اللحن، بس ما هو الفكر او الفلسفه بتاعت عبد الوهاب؟ هل انت تعرفها؟ محدش يعرفها. لانه لم يضع من فكره وفلسفته، حط من شخصيته وموهبته. بس انك تتكلم عن سيد درويش اللي كان بيعمل كده، كان يتكلم عن الفقراء، عن مش عارف مين، عن كذا. احمد فؤاد نجم كان بيعمل كده. بيتكلموا عن القضايا، او مش شرط تتكلم عن القضايا. بقولكش انك انت لازم تبقى الفن رساله، بس فكرك حطه لي في عملك. انت الفرق بينك وبين اي فنان تاني ايه؟ في نوع مزيكا اللي هو البوب ميوزك اللي احنا بنسمعه ده ما فيهوش اي فكره. انت بتقول اغاني حلوه والحان حلوه وخلاص. عشان كده انا متحيز جدا للجيل الجديد بتاع الراب. يعني انت مع المدرسه دي بتحب تسمعها وتتفرج عليها وتتابع الراب. انا شايفهم اكتر موهبه من الجيل اللي قبلهم بمراحل، بغض النظر عن حجم النجوميه والشهره. لو انا زهقان من فكره ان عينيكي حلوه تعالي نخرج. خلاص بنقولها من ام كلثوم. واحيانا نفس الكلمات مع نفس اللحن. احيانا ده هو نفس الكلمات واللحن. ده هو نفس. فانت لما تيجي تتكلم، لما تشوف ويجز، مروان بابلو، الناس دي بتتكلم، يعني انت شايف ان الجيل ده غير الشكل 180 درجه خالص؟ الجيل ده من احسن الاجيال الفنيه في تاريخ مصر. طبعا، لان الجيل ده عمل حاجه. احنا من احسن ولا احسن الاجيال؟ من احسن الاجيال. عمل حاجه لم يجرؤ اجيال متتاليه على كسرها. احنا كنا بنتجرأ في الالفاظ، ده اقصى حاجه ممكن نعملها. يعني لما ايمن بهجت قمر طلع في وقت الشعراء كانت بتكتب فيه سهد العيون وبتاع، طلع قال على مشمي، ايه ده؟ ايه الكلمه دي؟ فاهم ان الالفاظ تطورت. انما الجيل ده غير في الافكار. لما ويجز بيتكلم عن جيله، عن سنه، عن الاغاني اللي بتتكلم عن معاناته وعن مش عارف ايه، ده ما كانش موجود، ما كانش متاح. وليجاسي ومروان باب، الناس دي كلها بتتكلم في حاجات انت لا ما كنتش تجرؤ تقولها. طب وجهة النظر التانية اللي تقول لك ايه اللي احنا بنسمعه ده؟ ما هو طبيعي. ما هو عبد الحليم اتحدث بالطماطم في اول مره يغني. طبيعي. ده شايف ان ده طبيعي ان يبقى فيه انا متصالح مع، بص انا مش صغير وعارف ان هيجي وقت انا الى حد ما بواكب.
دلوقتي، بس هيجي وقت عليا هبقى قديم. مم. الوقت ده مش بعيد. انا لو بطل وبقيت زي عمرو دياب مثلا كده، ان انا عمرو مواكب لغايه دلوقتي، وصلت ل 60 وانا كتر خير الدنيا يعني، مم. قدامي 20 سنه ماكسيموم في ان انا لو بصحتي وتمام، عارف ان هيجي وقت عليا هبقى مش فاهم لغه الجيل. مم. انا ببذل مجهود كبير عشان ابقى مواكب يعني. مم. ببذل مجهود دلوقتي، انا من جيل الثمانينات فاهم يعني. كنت بسمع عمرو وفؤاد وهم دول بالنسبه لنا التوب. الواجهه. مم. فبسمع دلوقتي الناس دي لا. طب بما ان انت بتسمع وبتتابع، عدى مم. الشعبي بالنسبه لك موقفه ايه؟ ده هايل، المهرجانات والكلام ده. ده هايل جدا. المهرجانات دي ده هو ده انعكاس للبيئه المصريه كما قال الكتاب. بص، احنا عندنا السوشيال ميديا عملت حاجه، ان قسمت الفكر المصري لطبقات. مم. بقى فيه الاي كلاس اللي احنا بنسمع ايجيبت. وبنسمع عمرو دياب مم. عشان هو الوحيد الشيك، ولما نسمع حمو بيكا ونقول عشان احنا زيكم فاهم. لا لا، ده شايف الشعب، ده ده انعكاس المصري، طبيعي. ده الشعب المصري، ده مم. المهرجانات دي احنا. وفكره بقى الادعاءات الاخلاقيه، الالفاظ ومش الفاظ، يا جماعه هم بيتكلموا كده عايز يقول ايه؟ ده انا مبسوط جدا ان هم بيعبروا. اركب. وبعدين انت ليه منعزل عن الواقع يعني؟ انت ليه مش شايف بتاع التوك توك ده بيتكلم ازاي وبيفكر ازاي وبيحب ازاي؟ مم. ومعاناته من غدر اصحابه اللي هي في كل الاغاني دي، هو بيغدر، بيتضايق جدا يعني. هو عنده بتاع التيك توك ده يخسر علاقه حب بس صاحبه ما يغدرش بيه. مم. الحاجات دي فبيحس ان هم متجسدين في الاغاني دي، في طبعا المهرجانات دي. طبعا. وبعدين هي يا باشا، طب ما هو ده ما الشعبي لما اشوف تطوره، الشعبي كان هو بس اختلاف الوقت يعني. محمد رشدي وبعديه عدويه لما طلع قال لك ايه اللي بيقوله ده برضه. دلوقتي لما بترجع بالزمن تقول عدويه، ده عدويه ده الطرب ده التوب. ايوه، بس مم. لما طلع بهدلوه بمعنى الكلمه يعني. فشايف ان اللي بيحصل ده طبيعي طبيعي، وهيحصل تاني قدام. قدام. كمان 10 سنين هيبقى اسرع طبعا، لان في تسارع دلوقتي هيحصل تاني. بقول لك عبد الحليم اتشتم، بعديها عمرو دياب اتشتم، هاني عدويه اتشتم، كل دول اتشتموا. فطبيعي انا لما بشوف ويجز بيتشتم والناس دي تمام، انا اوكي. ما انا اصلا عارف ان ده هيحصل، ما ده منطقي. بتشوف الناس اللي بتحول بين يعني، لان انا بدرايتي بيك انت راجل بتتفرج وبتتابع وعلاقاتك واسعه واصدقائك كتير، فانت الدنيا عندك واسعه. بتشوف الناس اللي بتحول حياتها الشخصيه لمحتوى. انا مريت بتجربه زي دي، كانت مريره جدا. مم. انا ضد الموضوع ده لا يمنع ان هم حرين، ان هم يا سيدي انت، بس انا ببقى مستغرب جدا يعني. انا بنشر حاجات عندي من يومي في الجيم، من خروجه، بس عمري ما هنشر يومياتي ان انا صاحي واخدني معاك يا من سيدي. الساعه حتى لو دي في حاجه فين الحياه الشخصيه بتاعت ان انا في ناس الانفصال اللي بنشوف كل يومين ده بشتايم. انت بتدخل تكتب ليه ان انفصلت عن صاحبتك ولا مراتك على انا مالي؟ انا راجل قاعد في البيت، انا مالي؟ صح. ودي تدخل تقول له فاكر لما انا مالي برضو؟ ما تحلوا مشاكلكم مع بعض. انا بجد مالي يا جماعه، انا مالي. فدي حاجه غريبه جدا، انا عمري ما استوعبتها. وبشوف ان العلاقات العاطفيه او العلاقات الصداقه دي علاقات خاصه. عايز تنشر منها ما هو ايجابي انشر، لكن تنشر ما هو سلبي انا ضد ده تماما. يعني انت عايز تنشر انت وحبيبتك او انت وصاحبتك او انت ومراتك وانتم متصورين في جميل، لان ده لغه العصر، ما عنديش مشكله. بس ليه في حاجه بتجنني بقى، اللي يبقى في مستشفى ومصور نفسه هو حاطط بالكانيولا. ليه يا ابني؟ يعني انت عشان عندك وقت ده انا بيجي لي برد ببقى التليفون جنبي مش قادر، ببقى مكسل اشيله. انت ده مرض السوشيال ميديا. هو الموضوع على فكره لما تحول للناس ان هو فكره ان انت كل حاجه عنك مستباحه على السوشيال ميديا، لا ده مرض. ده انا بشوفه مرض، لان انا دي من الحاجات السلبيه اللي بشوفها على السوشيال ميديا، ان انت بقيت ما عندكش تفرقه بين الحياه الخاصه والحياه. هو كله متاح. انا حياتي كلها بقاش فيه خطوط حمراء. يعني كان دايما زمان نسمع يقول لك ايه، انا حياتي الشخصيه ما فيش حاجه شخصيه. اللي بيعمل فعلا كده في حياته الشخصيه خط احمر هم معدودين. ايوه، ما هو انت انا ليه تعرف انا اتخانقت مع مراتي ليه؟ مراتي انا اصلا ضد. انا لما كنت ببقى مصاحب ولا مع بتاع، ضد ان حد يتدخل بيننا تالت. انا دي اول حاجه بقولها في العلاقات. العلاقه بيني وبينك انت بس، اي حاجه تانية. صح. انا في علاقه مهمه جدا في حياتي فشلت بسبب تدخل واحده صاحبتها.
انا ما بحبش حد علاقه بيني وبينك انت، ما بالك بقى تلاقي اله الا الله بتتدخل. طب اقسم لك بالله انا بقى من الفضول بدخل اقرا الكومنتات، بلاقي في ناس بتدخل طب ما تجربوا انت مالك انت مالك يا جدع انت؟ وبعدين واصل نجرب ايه وبعدين لا في يعني في العلاقه الخناقه الاخيره بتاعت فنان انا بتشتموا بعض على السوشيال ميديا. يا جماعه عيب يا انا جماعه عارف انت تقصد مين. يا جماعه عيب والله. انا استغربت يا جماعه عيب جدا. يعني. لا انا ما استغربتش، انا ما استغربتش. لا يعني بس انا ما استغربش لان بص احنا الست متداس عليها في الوطن العربي تماما، مباح انك يعني بص هي دايما اللي غلطانه وهي دايما صاحبه مش عارف ايه، وهي لما تتخانق هي متخانقه عادي بس تخون تعمل ايه كل ده. بس انت فكره الراجل اللي هو الراجل اللي بيستر اللي مهذب اللي ما يخرجش دي لازم تبقى موجوده. يعني انا في العلاقات اللي فشلت لو طلعت اتكلمت هقول بلاوي، بس انا عمري ما هتكلم لما بتسأل عن اي علاقه مريت بيها، ولا هم العلاقات اللي طلعت للعلن قليله جدا، لان بحكم ان انا كنت مرتبط بحد مشهور بقول تمام يا جماعه كانت علاقه جميله. هستفيد ايه لما اقول انها كانت انسانه مش لطيفه ولا حاجه؟ انا استفدت مش انا عامه الشخص اللي هستفيد ايه ولا اي حاجه ولا اي حاجه. هل انا بقى كده بقى يعني هل انا كده؟ لا انت كده في نظر انا كمشاهد نزلت من نظري. ما لو حد سوي، لو مشاهد سوي وفاهم هيقول عليك انا عمري ما شفت مشاهد غير ان هو بس يبقى الفضول، بس بعد فتره بيحتقر اي حد. عمري ما شفت حتى التعليقات بتلاقي في شتيمه في ده وفي ده، في الاخر انت وصلت لمرحله ان انت ابعد، يعني انت في غنى عنها تمام. طب تعالى نروح معاك لخط النص. ماشي. امتى بتحس انك لازم تكون محايد؟ عمري ما حسيت ان لازم ابقى محايد خالص في اي موقف. الحياد ده مش بتاعك، مش مدرسة. الحياد ده بالنسبه لي لفظ كده انت عارف، انا مش عايز اقوله هنا. ده بالنسبه لي عارف هو ده الحياد خالص. ده طبعا مفيش حاجه اسمها محايد، مفيش حاجه اسمها محايد يعني ايه؟ يعني مالكش راي؟ لا ليك راي بس انت مش عايز تقوله. طب ممكن يكون مش عايز يقوله عشان موقف، علشان ما هو ده بقى اللي بقوله، يبقى ده اسمه انت مش مفيش حد محايد، انت دايما اتحداك في اي واقعه، اختار اي واقعه عشوائيه كده هتلاقي لا ليك راي ايجابي او سلبي فيه. الاكل ليك راي ايجابي وسلبي فيه. في ناس بتحب الميه ساقعه، يعني مستحيل يعني هل ينفع اقول لك تشرب ميه ساقعه ولا تقول لي محايد؟ لا انت بتحبها ساقعه يا سخنه. فانا الحياد ده بالنسبه لي. طب انت بتتعامل مع الناس ازاي؟ ان انت انا اللي فاهمه من التركيبه والشخصيه والتربيه والفكر وكل النتاج شخصيه محمد عطيه ان انت شخص دغري. انت يا ابيض يا اسود. ايوه. بتعمل ايه بقى مع الناس اللي هي بتاع النص نص بقى الرمادي؟ هتتناقش معاهم ازاي؟ لا مش رمادي. إيه؟ انا ما ببذلش بنزين، ما بصرفش بنزين في وقت ما لوش لازمه. يعني في حاجات ما تناقش فيها مع حد، يعني تمام بتبقى عارف تمام ده مش حياد ايه، ده مش حياد ده مش حياد، بس انا عارف ان ده اهدار طاقه على الفاضي. يعني عارف ان انا هقعد اتكلم معاك ولا انا هستفيد ولا انت هتستفيد ولا انا هتغير، فاهم؟ فبوفر طاقتي ماشي. انما لو انا في موقف لازم اقول رايي فيه او اتسالت عن رايي فيه، زي ما انت سالتني دلوقتي مثلا كده على العلاقات على السوشيال، لازم اقول ان انا ضد كذا، ايه الحاجات للمساواه بالرجل بقول. انما واحد مثلا بيناقشني مثلا في بديهيات، يعني مثلا لو واحد بيناقشني مثلا في التحرش مثلا وشايف ان الست لازم تلبس، هناقشه في ايه؟ هناقشك في ايه؟ ده الف ب ادميه انك ما تلومش الضحيه باي شكل من الاشكال. هناقشك في ايه؟ هبذل مجهود في ايه؟ اصل هي لو لابسه شكرا انت صح. طالما قلت هي فبتقطع الكلام خلاص معاه. اصل بص في موقف زي التحرش بديك ده لان حاجه فاهم موقف التحرش ده باي صفه الملام هو اللي بيتحرش. هي لابسه ايه؟ هي بتعمل ايه؟ هي انت مش حيوان. فلما الاقي حد بيقول لي بس هي برضو لبسه، بس هي برضو، طب يا معلم انت بقطع النقاش هنا. اصل ده مش هيغير رايه، مش انا اللي هغير رايه، ده رايه مترسخ ومبني على تراكمات سنين من بيئه ومن ثقافه خدها مش عارف من الشارع ومن ثقافه اهله ومن ثقافه مش عارف مين ومن خطب خاطئه في الجوامع بتتقال لا يعني ما تمثلش الاسلام باي شكل، فاهم؟ في حاجات كتير بتكون الشخصيه دي، فانت مش هتيجي وبعدين خد بالك برتراند راسل اللي انا بقول لك بحبه ده
هو ملخص خط الدفاع ده في 4-5 نقط كده. الانسان ما بيحبش يطلع غلط. انت ما بتحبش تطلع غلط طبيعي. وما بتحبش الحاجه المربكه. ايه ده انت عايز تقول لي ان انا اتربيت عليه 30 سنه ده غلط؟ لا لا يا معلم، اكيد انت اللي غلط. فانا ده ما ببذلش فيه مجهود، هقعد عليه. طب امتى حسيت انك لازم تقف يعني، او موقف معين ان انت لازم تقف في وش الناس قلت لهم انا رايي كده واذا كان عاجبكم حتى لو هتهاجم؟ في القضيه الفلسطينيه الفتره اللي فاتت دي الموجه كانت عاليه قوي في الوقت اللي انا بتكلم فيه على المستوى الشغل. الشغل كان فيه ضرر كبير قوي، وكان اتضريت وناس كانت بتقول لي اطلع قول، وانا ما بحبش اقول عن اي ضرر بيحصل لي نتيجه الموقف انا قلته. دي قاعده عامه، مش انا اللي قلت عشان اصعب عليك يعني، ولا عشان تحترمني. لا عايزك تحترمني ولا عايز اصعب عليك. انت شايفني في الموقف، احترم الموقف. في الاخر انا لا هيضيف لي احترامك حاجه ولا هيضيف لي صعوبتك حاجه، لانك انت خلال يومين لو قلت حاجه ما تعجبش هتقل ادبك عليا. ده الجمهور يعني. فبصفه عامه لا، في القضيه الفلسطينيه كنت عارف ان انا هتهاجم في وقت من الاوقات، وفضلت ماسك رايي في المقاطعه اللي كان طلعت موجه كبيره قوي بتحاول تبرر انك ما تقاطعش. يا اصل الدور الاقتصادي وبديهيات، انت اي بلد اقتصادها بيقوم بالناتج المحلي، ده ABC. فلا يا جماعه، هو كده وانا صح وما زلت مؤمن بده طبعا. لغايه دلوقتي ما فيش حاجه في بيتي، لغايه اللحظه دي ما فيش حاجه تدخل بيتي بره اطار الحاجات المحليه اللي مش فلوسها بتروح للكيان الصهيوني ده. وهفضل كده خلاص. الناس نسيت بقى، الناس اتلخمت، ومش انا بقى ما بتكلمش زي الاول، لا ما بنكرش ده، بس انا عمري ما هغير قناعاتي الشخصيه عن الدوله الارهابيه دي. مستحيل. طبيعي. مستحيل. وفكره كمان بقى ان ساعات بنطلع نتكلم في فكره ساعتها برضو كان حل الدولتين لا يا جماعه مفيش حل الدولتين. انا بالنسبه لي ده يا جماعه ما تقولش لا، هقول كده مفيش حاجه اسمها حل الدولتين. هي دوله ومتاخده ولازم ترجع. دي حاجات من الحاجات اللي انا يا جماعه. وبرضو خد بالك من القضايا برضو اللي كنت بتكلم فيها، وبرضو الناس بتطلع تهاجمني حته المساواه. لا الراجل غير الست. لا يا جماعه انا بالنسبه لي الراجل هو ده كده، هو انا كده. اوكي فاهم. طب تعال نروح لخط الهجوم. لما بدات تقول اراء زي انت بتقول قد تكون مش متوافقه او مش ماشيه مثلا مع اراء الناس في المجتمع الشرقي، كنت يعني وكنت انت بتتهاجم عليها، كنت بترد الهجوم بهجوم خالص. انا ايام اتشتمت، مش في ده بس، في حاجات كتير. اصلا انا بتشتم من ايام من ايام ستار اكاديمي، بقى لي 21 سنه بتشتم. انا عندي سؤال في ستار اكاديمي والله فضولي. كل ما كان يحدث في ستار اكاديمي سكريبتد ولا انا عن جيلي كان حقيقي؟ بذمه ده منظر واحد، بذمه اللي بتشوفه اللبس اللي بلبسه والحاجات خارقه ده يا عم. لا ازاي بس ده لو سكريبتد ما كنتش هطلع بالهطل ده يا باشا. احنا كنا بنعمل ده مره نزلوا لي من الكنترول عشان بقول نكت لا ده انا هطل خالص في الحاجات دي. انت لو سبتني حطيت كاميرا في البيت 24 ساعه هتاخد يعني كله ناتشرال طبيعي، مفيش حاجه. انا على جيل انا ما اعرفش في الوقت اللي انا بتكلم في الوقت اللي انت كنت انا ما اعرفش بعد كده عملوا ايه، بس يعني اعتقد ان هو كله ما لا فيش سكريبت. اوكي. لكن انت في قصه الهجوم او في الاراء او الكلام ده كله انت اصلا انا يا باشا بص هرجع اقول لك، مش انا ارتضيت ان ابقى موجود كشخص اسمه محمد عطيه للعلن. هتشتم وهاخد ساعات مدح، لازم ابقى متقبل ده. وعندي مشكله اصلا مؤخرا ان الفنانين بقوا بيدخلوا يهاجموا الجمهور. دي اغرب حاجه شفتها وموجوده في مصر، بس ما تحصلش بره. بيدخلوا يقولوها بهزار، لكن ما توصلش ان مش فنان بيدخل يا باشا. بيدخلوا بيرفعوا قضايا عشان قال رايه في فيلم ولا قال رايه في ايه ده. هو انت يعني هو انا لازم اعجب بعملك الفني يعني؟ لا مش شرط، هي اذواق. دي حاجه اقرب من الخيال. انا النهارده مثلا عامل بودكاست ممكن ما يبقاش عاجب الناس، عادي خلاص يا باشا، ده انت حر يا باشا. دي اغرب حاجه بقول لك انا شفتها، ما شفتهاش في الكوكب. ان فنان يبقى عامل اغنيه او عامل فيلم فما تعجبش حد، فهو انت اللي مش يا باشا ما عجبتوش. نعمل ايه؟ اعمل ايه طيب؟ يعني والله بتوصل لحد لغايه بيرفعوا قضايا. دي غريبه جدا يعني، دي من الحاجات الغريبه جدا. فانا مش عارف ايه اللي ممكن يوصلني للمرحله دي. مستحيل. اصلا انا اللي عايز اقول حاجه اقولها. يعني انت لما تيجي يعني مع وقت نزول الحلقه اعتقد هيكون الالبوم بتاعك نزل المفروض ان شاء الله باذن الله. لو
تعرضت ان هو كذا حد يقول لك لا انا مش عاجبني ما, وبتاع، ما عادي. مش هتخش تناقشه؟ اناقشه ليه؟ مم. اناقشه في ايه؟ اناقشه في ان هو ذوق، ان انا اللي عملته كعمل فني مش عاجبه. ما بيبقاش عندك الحته بتاعت الفضول انك تعرف هو مش عاجبه ليه؟ لا، كان زمان بقى عندي الفضول. كان زمان ده كله بنزين، ده كله حرق بنزين. وانت لازم دلوقتي توفر بنزين، ده صعب. انا اكتشفت ان ده اهدار طاقه على الفاضي. اوكي. الفضول نفسه اهدار طاقه على الفاضي. طب فاكر اكتر رأي جدلي غير انا فاهم موضوع المساواة والقضية الفلسطينية والكلام ده، اكتر رأي جدلي ما كانش متوافق شوية مع المجتمع الشرقي انت حاجات قلته؟ كتير، المساكنه مثلا. مم. حاجات كتير فشخ. لا دي حاجه، ده انا بلاوي. لا ده في حاجات، يعني في حاجات كتير قوي. اوكي. انا على طول. وبعدين خد بالك من حاجه، ان انا عارف ان انا بقول رايي دلوقتي، ممكن كمان سنه تسالني اقول لك راي تاني. لان انا بقعد اغير من شخصيتي وبشوف ايه ده الصح، ده كذا، ده مش عارف ايه، ده كذا، فاهم؟ فالاراء الجدليه دي، انا الفكره عندي اللي انا عارف ان هي صعبه حد يتقبلها شويه، ان انا ما عنديش شخصيتين. شخصيه بتقدم للناس كفنان مثل ان انا لازم الاطفال والكلام ده بالنسبه لي هوا سخن. انا يا باشا ما فيش حاجه اسمها طفل ما فيش الكلام ده. انا شخصيه عامله كده، بتتكلم بالشكل ده وبتاكل وبتشرب وبتعمل بالشكل ده. يا باشا انت حبيبني كده، اهلا بيك في حياتي. مش حبيبني اعمل لك، انا مش هطلع اقول حاجه غير قناعتي في اي لا ما ده مفهوم. تمام. فاحنا عندنا الفنان يبقى قاعد معايا بيشتم وبتاع، وتلاقي كاتب الصبح حاطط دعاء وجمعه مباركه. طب يا تمام، وانا عارف ان هو لا صلى الجمعه قدامي، يبقى قاعد معايا ويعني هو حر. بس انا مش كده بقى. انت مؤمن بفكره ان وش زي انت ما تشوفه في الحقيقه تشوفه على السوشيال ميديا، تشوفه في الاعلام. ومؤمن بحاجه تانية كمان مهمه جدا، ان علاقه الانسان بربنا لا علاقه لها بالسوشيال ميديا. علاقه الانسان بربنا علاقه خاصه جدا. ده انت علاقتك بمراتك علاقه خاصه، ما بالك علاقتك باللي خلقك. دي علاقه خاصه جدا. ما ينفعش اطلع اقول اصل في حاجات بتجنني، اللي هو انا نفسي اعتزل والله اعتزل خلص. يعني بتقول لي نفسك ليه؟ بتقول لي ليه؟ انا حاسس ان اللي بعمله غلط وذنوب. اعتزل. انت بتربحني جميله انك انت بتغني لي يا عم. ما تعملش. انت كتبت بوست انا افتكرته دلوقتي لما قلت ايه شيلوا، ما تنسوش تشيلوا عليا الطرب بالثلاثه. بتريق لان المطرب الله يرحمه اللي مات، لقيت فنانين عاملين اغاني معاه وبيغنوا لغايه دلوقتي في الساحل وبيروحوا حفلات وكل حاجه، وبيقولوا هنحذف كل اغانيه من ايه ده. بس هو طبقا اللي انا فاهمه في الموقف، هي دي كانت وصيته. لا مش وصيته. لو وصيته انا احترمها. مش وصيته. ما دي المشكله، ان هي مش وصيته. امال هو طلع قال ده كده هو بناء عليه يا جماعه عشان ما ياخدش ذنوب. طب وانت انت ايه؟ انا بقول لك اللي انا كنت فاهمه واعتقد ساعتها ان دي كانت وصيته. لا مش وصيته. مش وصيته. ده لا مش وصيته. الراجل ما قالش كده. بس اتاخد اللي انت كتبته فايرال على الموضوع. اتاخد فايرال. بس انا الفكره اكتر، الفكره ان انا الفن ده حاجه راقيه جدا وجميله جدا. لا يشوبها شائبه ولا تعيب الشخص اللي بيقدمه، والانسان بيخلد بفنه. يعني انت كناش هنعرف حاجه عن عبد الحليم لو ما عملش الاغاني دي. تمام. انا في مثال ضربت بيه، انا ده كاتب اسمه كافكا، فرانز كافكا. اوكي. ده انا بحبه جدا. ده قصته افتكرتها لما قالوا عايزين نمسح كافكا. ده واحد غير تاريخ الكتابه في القرن العشرين. قول اي كاتب انت بتحبه في القرن العشرين. نجيب محفوظ اتاثر بيه، ماركيز اتاثر بيه، هاروكي موراكامي عامل روايه اسمها كافكا على الشاطئ عشان متاثر بيه. كل القرن العشرين غير مسار الكتابه. تيجي بقى الكافكا ده كان عايز يحرق كتبه كلها ورواياته كلها، لانه كان شايف ان هي دون المستوى. وفي واحد صاحبه اسمه ماكس برودي ده هو اللي قرر ما ينفذش وصيته لما قال له لما اموت ما تنشرش حاجه، احرقها. فهو قرر ان انا هنشرها. شوف بقى الفرق. لولا ان هو لان كافكا ما عندوش ثقه في نفسه وعاش حيوانات صغير وفاهم، وكان حياته بائسه وكان مضطهد. لولا ان هو قرر ان هو ينشر
روايات كافكا اللي هو وصل لنا تقريبا مش كله الحال لانه حرق كتير وهو عايش، ما كانش الادب اتغير في القرن العشرين. انت فاهم؟ فاهم اللي انت بتقوله. فانت انا مش بقارن ده بالاغاني، فاهم. انا بقارن فكره ان الفنان ده قيمه اللي انت بتقدمه، بغض النظر انت شايفه مهرجانات. المهرجانات دي في حد بيسمعها بينبسط. انت ادخالك البهجه على حد دي حاجه هايله في هذا العصر، انك لما تشوف حد مبسوط بيسمع اغنيتك دي حاجه جميله، حاجه كويسه. لما حد يقرا كتاب لكافكا فانت بتقول ايه يا سيدي. انا مش معترض انك انت لو انت شايف ان انت تعمله ده حرام، انت عايز تبطل، دي قناعاتك، بس ما تفرضش قناعاتك. دي مشكلتي بقى مع الناس عامه، ليه بتفرض قناعاتك على غيرك؟ الراجل مات ولم يذكر اي حاجه ليها علاقه بدك تمسح اغانيه. ليه انت عايز تمسح اغانيه يا سيدي؟ قال عايز تمسح، انت ليه طالع بتاخد الفكره انا اطلب من الناس تمسح؟ ما تسكت. تقصد دي لقطه؟ لا للاسف هي دي مش لقطه. انا عندي يقين تام ان دي قناعته الشخصيه، وده الخلل اللي حصل في الشخصيه بتاعتنا. ان احنا عندنا بندعي المثاليه نتيجه ثقافه كبيره اتخبطت في اتصدمت مع السوشيال ميديا فجاه. يعني انت متربي على حاجات، وبعدين انت بقى عندك التدين بقى ظاهري وبقى ليه علاقه باظهار علاقتك بربنا للاخر، ما بقاش مرتبط بيك. يعني انت تعرف عبد الوهاب كان بيصلي ولا لا؟ لا اعرف منين. ولا عبد الحليم ممكن يكونوا دول كانوا بيصلوا طبعا. ولا حد كان بيطلع، لان في رقي في الفكر. هو عارف ان دي علاقه بتاعته هو وربنا بس. وحتى ربنا هل انا هقول لك على حاجه، انا مش ممكن اطلع كل يوم على السوشيال ميديا احط صوره بالجلابيه وانا اصلي واعمل وارجع بالليل اشرب خمره واروح انام مع واحده واعمل؟ هتعرف منين؟ مين اللي مطلع بقى؟ ربنا بس. انت ليه بقى عايز تاخد السلطه دي من الاله؟ دي بتجنني. انت ليه عايز تبقى في هذا الوضع؟ فانا عمري ما هستوعب الفكره دي. ايه اكتر ريسك خدته في حياتك؟ ريسك خدته في حياتي مروحي لبنان. الريسك التاني ان انا عايز ارجع دلوقتي. كان في علاقه صداقه بينه وبين واحده اقرب يعني، وخسرنا بعض بسبب ان كان في تلميحات انها تحول حاجه تانية، وانا كنت عارف انها ريسك وخدنا الريسك وباظت. ده كان ريسك بايخ جدا، لان كانت الشخصيه دي من اهم الشخصيات في حياتي على مستوى. ما كنتش عايز تخسرها. انا ما بحبش اخسر حد، بس هي لو لا اعترفنا بحبنا لبعض ولا كملنا صداقتنا اللي كانت اعظم علاقه صداقه عندي في حياتي. يعني كانت علاقه صداقه انا معتز بيها جدا، لان قلما تجد شخص يكون متوافق معاك فكريا في هذا الزمن. تقدر تقعد معاه تتكلم وتقدر تهزر معاه وتقدر تخرج معاه. فهي الانسانه دي كانت كده وخسرنا بعض، ودي كان ريسك بالنسبه لي. بس انا في ريسك ببقى باخده وعارف ان خلاص كده. ريسك تاني كمان كل الحاجات بقى اللي بتكلم فيها بصدر رحب دي، ده ريسك انا عارفه، وانا يعني وانا بقوله ببقى عارف ان ده ريسك. يعني ببقى عارف ان ده ريسك كبير وهتحمل، بس بقوله. بس ما عندكش مشكله انك تتحمل تبعات قراراتك وارائك والكلام ده يا باشا؟ اصل احنا ناس نسايه. ياما ناس عملوا حاجات اسوأ مني، مش اراء بس. انا على الاقل عمري ما اذيت حد. انا ممكن اقول اراء بس عمري ما اذيت حد. عمري ما هتلاقيني في ناس بتعمل بلاوي وبيتعرف والجمهور بيعرف انه عمل بلاوي مجرد ما نزل له فيلم او يتكلم في او مش عارف ايه. تمام، انا مش معتمد على ده، بس هم ناس كتير تعتمد على ده للاسف. وانا مش قادر، يعني انا مش قادر اكون غير الشخصيه دي. مش هعرف. بس انت كنت اتغيرت من زمان زي ما بتقول. طب تعال نروح للوقت الاضافي، وهو الوقت الاضافي فيه سؤالين. قول. السؤال الاولاني، الحاله العاطفيه في حياه محمد عطيه. ايه الوضع ان بقول لك كان في العلاقه لسه بنتكلم عنها دي من ساعتها. انت لما بتكبر في السن الانتقائيه بتزيد عندك جدا. وبتحب تبقى لوحدك اكتر ما تبقى مع حد. انا غير كده كمان انا متطلباتي بسيطه، وده بقى صعب. هو يعني انا عايز حد يتقبلني زي ما انا واتقبلها زي ما هي، ما نغيرش حاجه في بعض، يبقى في حدود للخصوصيه، تؤمن بالمساواه، كل ده انا عايزه. انا كنت لسه اسالك يعني انت لو قدامك حد دلوقتي انت بتبقى ايه اللي هي ايه
اللي يلفت نظري يعني إيه الشخصيه. اللي... طبعا بص، عشان ما بقاش كلام الجمال الروح، لا الجمال مهم. عشان بس الكلام ده ما عشان نصر على بعض الطريقه تجيب لي الطريقه. اسماعيل ياسين وتقول لي بحب اسماعيل ياسين، تقول لي انا بحبها عشان روحها حلوه. روحها حلوه اعمل سكتش، انما ما تقوليش روحها حلوه والله. مع احترامي لكل الناس، انت ممكن تكون واحده بس انا في عيني لازم ابقى حلوه. فاهم. بس بعد كده مش هو ده اللي بيخليني البنات الحلوه كتير، وفي حياتي اعرف بنات حلوه كتير على مستوى الصداقه مش عارف، بس الشخصيه، التوافق الفكري ده بقى مهم. لان انا ياما حبيت، وعلاقاتي كانت بتطول بال3 سنين و4 سنين. انا راجل معمر يعني. حبيت كم مره بالتقريب؟ حب حب على ابوه زي ما بيقولوا كده. اصل انا حبيب يعني. انا دلوقتي بقيت بفارمل، بس لغايه 35 كده لا كان لازم حد يديني حقنه مهدئه، حقنه هوا يخلص عليا والله العظيم. كنت بحب كتير فشخ، وبحب وكل علاقه فيها العنفوان ده بتاع. حبيت كم مره؟ والله ما فاكر، بس انا فاكر في محطات في حياتي فاكرها عمري ما انساها. طبيعي. يعني في اول حب في حياتي ده عمري ما انساه، وفي علاقه استمرت 3 سنين مع واحده مصريه كانت برضو عمري ما انساها. والعلاقه الاخيره اللي هي ما كتب لهاش اصلا، اللي انا ما حبيتش، بس زعلان انها كانت ممكن تبقى حاجه هايله. يعني انا عارف ان العلاقه دي لو كانت بذرتها كملت كان ممكن تبقى دي النهايه، لو مشيت بشكل مظبوط، لو كنا صرفنا بنضج اكتر. ما هو الحب بيهبل، ملوش دعوه بنت. بص، انت ممكن تبقى مثقف وناضج وكل ده، وبتقلب هبل وهطل كلنا في الحب. دي حاجه مسلم بيها. عندك 60 سنه. ده مش فاكر مره حد قال لي كان في عالم فيزياء باين ولا واخد نوبل، سافر اتنصب عليه وهو عنده 60 سنه عشان حب واحده اونلاين، واخد نوبل. درجه من الذكاء بقى، لا تقول لي من طنطا، واخد نوبل واتنصب عليه عشان بيحب. فاحنا الرجاله كمان احنا هطل، احنا الرجاله اهطل من الستات بكتير. والله احنا هبل يا جماعه. انتوا مش انت بتتجب بكلمه حلوه. قول لجورج بس. ما هو جورج واضح ان هو اصلا جورج راجع من الساحل وفي جورج في حياته في علاقه عاطفيه انا متاكد. والله الراجل بص خبره. ايوه، اصل ده الساحل بالكتايه ده بتاع ده حب. ده كان تغان مع صاحبته في الساحل او كان مع احنا الرجاله هبل والله العظيم. احنا بنحب. بص، احنا كائن مثير للشفقه. اوكي. ليه؟ اولا وضعنا في مصر مختلف عن اي بلد في الكوكب. احنا عندنا التستوستيرون عالي فشيخنا في حياتنا، وفي نفس الوقت بندلق في ثانيه. يعني انت بتبقى كتكوتي. بس انا في الاخر يعني انا نفسي بصراحه يبقى في واحده في حياتي. يعني اتمنى ان يبقى في واحده في حياتي، بس بقى الموضوع ده بقى صعب نتيجه يعني انا مؤخرا بقيت بخرج بخوض تجارب اللي هي الديت زي ما بيقولوا كده كتير، وحلوين وولاد ناس، وما ترتاحش. مش مرتاحش. انا عايز حد، مفيش توافق. عايز حد يبقى فاهم دماغي. ومش شرط يبقى زيي يعني، خد بالك. طبيعي. مش شرط تبقى بتقرا مثلا، مش شرط يعني. طبعا ده بلس حلو لو لطيف موجود جميل، بس فكره انك انت تبقي مؤمنه على الاقل. يعني انا لو ما اقدرش اكون مع واحده مثلا ما بتشتغلش، ما عندهاش شخصيه قويه، ما اقدرش اكون مع واحده منكسره واللي هي ما بحبش الستات دي خالص. انا بحب الست تكون شخصيه مستقله معتمده على نفسها، عندها شخصيه، عندها طموح في حياتها، بتنجح، شخصيه ناجحه. طب افرض واحده انت حبيت واحده وفي توافق قالت لك انا مش هشتغل. لا بعد ما هي اللي قررت، لا هي قرارها ده هي حره فيه. انا بقول لك انا بحب ايه. ماشي اوكي تمام. بعدين كمان انا مؤخرا ما بقتش الحب هو اللي بيقودني شويه قوي. يعني زمان كان قلبي هو اللي مشحططني، ما عشان النضج والخبره. دلوقتي بقيت بعجب بواحده تمام، بس نشوف بقى. لان انا كبرت، فمش هقعد اجرب، مش هدخل في علاقه وتحسب على علاقه وابذل مجهود. وبعدين دلوقتي انا زي ما قلت لك كده، انا حياتي منظمه جدا. وما عنديش استعداد اعمل تنازلات لاي حد في لخبطه الروتين اليومي. معلش على ان انا اسهر مثلا عشان هي بتحب السهر، روحي اسهري. اصل انا مش هسهر، انا عندي جيم وعندي كذا ساعه هعمله. وعندي مشكله تانية دي في العلاقات بقى في الوطن العربي، ان احنا بنقوم حاطين العلاقات كده في بعض. انا لا، انا عايز يبقى عندي حدودي وعندك حدودك. مش معنى ان انا بقيت مرتبط بيكي ان انت تعرفي كل حاجه عني اعرف كل حاجه عنك.
دي بتبوظ العلاقه. مم. دي بتبوظ العلاقه. في حاجه اسمها الخصوصيه دي تندرج على كل اشخاص الكوكب وتندرج في العلاقه حتى في كل حاجة. مع الطرفين. صدقني ده الحاجه الصحيه. مم. اللي بيبوظ علاقات ان مفيش خصوصيه. ما بقولكش انك يعني اصل بص في حاجه مهمه قوي، العلاقات مبنيه على الثقه. مم. احنا دايما داخلين ومخونين بعض. مم. بتكلمي مين اللي خرجتي معاه مين؟ طب خلاص بقى انت مش واثق في نفسك او مش واثق فيها، ما تدخلش علاقه. مم. فانا عندي قناعه ان لازم ابقى واثق في الشخص ده وهي واثقه فيا وتمام. يعني الاسئله اللي بشوفها في برامج الديتنج والحاجات دي، انا لازم ايدي تربطوني بعد كده. يعني والله العظيم لازم عشان برامج الديتنج والحاجات دي بشوف اسئله دايما اللي هو انا لو ليا اصحاب ولاد ايه يا جماعه التفاهه دي؟ ما يبقى ليها اصحاب ولاد. هو انت دلوقتي اسالك سؤال، هو انت دلوقتي انت راجل واثق في نفسك واثق فيها ولا لا؟ هو ده العلاقه. كل ما تفعله حوالين هذه هو ليه علاقه بقى بالتستيرون الشرقي، ملوش علاقه خالص بالعلاقه. ياما ناس معاهم باسوردات وتخانوا، وياما ناس كانوا بيخرجوا وعايشين احلى حياه وما خانوش بعض ومحترمين بعض، وبيبقى في وسط 60 بنت وما بيعملش حاجه وهي وسط عادي. هي ثقه. والمجتمع كمان بيفرض عليك صوره للعلاقه ان الراجل هو اليد العليا، فانت بتضطر عشان منظرك انك ما تبقاش اسمك مش عارف ايه قرون، بتعمل حاجات صدقني مش صحيه وبتبذل مجهود انت في غنى عنه تماما. انت ليه شاغل بالك مين عندها مين كتب لكم؟ يا ديني يا عم عيش حياتك واثق فيها واثقه فيك وخلاص. طب انت اتكلمت عن الحب، انت انت خطبت او اتجوزت قبل كده؟ خطبت مره مره واحده. مرة دي العلاقه الرسميه الوحيده. استفدت يعني ربنا ما قدرش ليها ان هي تكمل. انت استفدت ايه من التجربه دي؟ هل غيرت يعني التجربه دي بحلوها وبمرها، هل غيرت فيك حاجه، شكلت حاجه معينه، الكلام ده كله؟ بص انا مفيش شخص ايا كان دخل حياتي، انا دايما بحاول استفيد من اي حد بيدخل حياتي. اوكي. سميها بقى ان انا استغلال، بحاول استفيد كفكريا وكشخصيه، بحاول استفيد لان احنا في حياه بعض محطات. فلازم اكسب منك اكيد في شخصيتك. اكيد مفيش حد شخصيته كلها وحشه كلها يعني على بعضها، اكيد عنده حاجه. فانا استفدت طبعا، وهي كانت انسانه كويسه جدا، وخلاف ما كانش حاجه لا خيانه ولا كذب والحاجات دي. الخلاف كان على شويه تفاصيل وخناقات كترت فسيبنا بعض. بس هي كانت انسانه مثلا، يعني هي كانت انسانه بتدعمني جدا في شغلي، متفتحه جدا، عندها ثقه عمرها ما يعني فاهم. فاستفدت حاجات كتير منها وعرف من شخصيتها، اتعلمت منها حاجات كتير جدا. اتعلمت منها ان هي دؤوبه جدا في شغلها جدا، ودي حاجه كنت ببص لها اللي هو ايه ده انت برافو. 24 ساعه بتفكر تعمل ايه وتطلع فلوس منين وتكتب كتاب ازاي ومش عارف وتروح تعمل ايه والبيزنس بتاعها فين. دي حاجه مبهره بالنسبه لي. فدي حاجه شفتها فيها كانت بالنسبه لي حاجه عظيمه جدا، ولسه لا زالت في نفس وبتوصل لحاجات بمجهودها صعب جدا حد في سنها يوصل له. اوكي. فدي كانت بالنسبه لي حاجات استفدت منها يعني في التجربه دي، ان شفت الشخصيه دي خدت منها حاجات، اتعلمت منها حاجات كتير قوي. انت لو حد وقع قدامك وحبيته وبعد كده عايز تاخد الخطوه، هل بالنسبه لك هي مصريه او لبنانيه مش فارق؟ لا مش فارق معايا اي حاجه. المهم الشخصيه تبقى تمام، مش فارق معايا اي حاجه. اصل كل الحاجات كل الاطارات دي اختراع بشري. في الاخر اللي هيبقى معايا في البيت الانسانه اللي هي مجرده من كل المسميات ومن كل الالقاب ومن كل الجنسي، كل حاجه. هي دي الانسان اللي هيعيش معاها. هل شايف انه الساحه الفنيه سواء الغنى او التمثيل دلوقتي في ناس ما تستحقش التواجد فيه؟ مفيش حد ما يستحقش وصل لحب من الجمهور. طالما في 2 بيسمعوك يبقى انت عندك حاجه وتستحق، سواء في التمثيل او الغنى، في اي حاجه. يعني انت مش لو في 2 عملوا لك لايك على الاغنيه في 2 حابيني يبقى انت عندك حاجه، فكده انا استحق عادي. طبعا. اوكي. بغض النظر بقى عن رايي، عن الذوق العام ورايك او بغض النظر بقى عن كل ده، طالما في حد، طالما انت وصلت لحد والحد ده شاف فيك حاجه هو عجباه، انت تمام. وبعدين فكره الاستحقاقيه دي، انا يا ريت الناس كلها تنجح وتنبسط ونعيش كلنا مبسوطين. يعني ايه اللي هيضايقني في ان واحد وصل له انا من الحاجات اللي لفتت نظري الفتره اللي فاتت دي، الناس مركزه مع سوزي الاردنيه دي.
ايه يا جماعه مش الثانويه العامه مستكترين عنها يعني ليه؟ والكلام. هي نصيبها كده والبت لذيذه ودماغها ليه يعني ليه مستكتر ليه؟ ودايما بيطلع في هذه الجدليه حاجه غريبه جدا، المهندس اللي قعد سنين، هي دي سنه الحياه من يوم ما اخترعوا الفن، ان الفنانين والمشاهير اجورهم اعلى من اصحاب الوظائف دي في العالم، الا بقى لو انت حد فاهم يعني. اكيد الدكتور في امريكا ما بياخدش زي توم كروز اكيد، بنظر عن توم كروز موهبه جامده وبتاع، بس ليه دايما الجدليه دي موجوده؟ هو انت ربنا اختار ان هو يديك موهبه ما اللي هي ممكن تكون مش موهبه بس قبول، اختار انك انت الناس تحبك لسبب ما وتديك فلوس، اذا ده توفيق من ربنا انت مالكش دخل بيه. اوكي. والتاني ده عنده موهبه ما، ده لا يقلل اللي احنا مخلوقين في طبقات واجتماعيه وفكريه، وده طبيعي مستحيل. وبعدين كليات القمه والدكتور دي عندنا احنا بس، دي عندنا كليات القمه دي عندنا احنا بس. الدكتور مهم واللي بيصلح العربيه مهم والفلاح مهم، كلنا بنكمل بعض، كل ده حاجه واحده نسيج واحد. فانت لما تيجي تقول للدكتور ما بياخدش وقاعد يدرس، ما ماشي اعمل ايه؟ طيب تعال نروح للفقره الاخيره وهي الدكه، وهي اسئله سريعه. تمام. ايه الحاجه اللي تديها انذار في حياه محمد عطيه؟ في حياتي انا اي واحده مسكينه يعني داخله تسبل، خدي بالك عشان شخصيه مش سهله خالص. طب وايه الحاجه اللي تديها كارت احمر؟ اي واحده داخله يعني هتاخد الانذار التاني في الاحمر على طول. كارت احمر في حياتي انا حاجه يعني عايز تتخلص منها. الصراحه دي اللي انا عارف ان هم بيقولوا انا قلبي طيب، هو انا حاسس لا مش حكايه، حاسس ان انا لازم اختار شويه ايه اللي يطلع لي مش عارف، مش هيحصل، تعمل فلتريشن يعني، بس ما بعرفش اعمله وحبه كده، بس نفسي الموضوع ده يعني هندله شويه. ايه الحاجه اللي تديها كارت اخضر اللي هو استحاله تتخلى عنها؟ اللي هي كنت هديها كارت احمر والله. انا مستحيل اتخلى عن ان انا ابقى بقول، انا بعتبر ده له نوع من انواع زي ما قلت لك كده اللفظ ده، ان انا ما بقولش ان انا اتسال سؤال ممكن ما اجاوبش، بس ما ابقاش محايد ولا اقول رايي غير رايي، يا تجاوب يا ما جاوبش، يا ممكن ما اجاوبش، ده ما اجاوبش ده انا من حق الديمقراطيه ان انا احتفظ برايي لنفسي. بس ان انا اقول رايي غير رايي او ان انا اقول افضل محايد، دي بحسها نوع من انواع عدم المصداقيه، هنسميها عدم مصداقيه. فيها حرف العين برضه. لو باباك الله يرحمه كان عايش دلوقتي، او لو انت عندك الامكانيه انك ترجع بالزمن لمده ربع ساعه تقعد معاه، هيقيم حياتك وتجربتك دي دلوقتي، تتخيل هو هيقول لك ايه وانت تبقى نفسك تتكلم معاه تقول له ايه؟ هو كان هيفشخني طبعا على موضوع التصريحات دي، كان هيهزقني يعني جامد، لان هو مع فكره ان انا لازم، هو من الناس بقى اللي واصلين للقناعه بتاعت عدم حرق البنزين دي من زمان. بتقول ده لمين وعايز تغير في ايه؟ هو ده بالنسبه مين اللي هيتغير؟ المجتمع ده مش هيتغير، هو فانا متاكد ان هو كان هيقول لي يا ابني ما حدش هيتغير. وعايز اقول له ايه بقى؟ عايز اقول له ان هو وحشني جدا طبعا بشكل هستيري، يعني هو كان شخصيه من الشخصيات المؤثره جدا في حياتي، وكان عايز يسمع الالبوم، لانه اول اغنيه في الالبوم هي حاجه واقع حصلت في وجوده. اوكي، يعني واقع حصلت في وجوده، هو عاشها وعاصرها، هو السبب فيها. يعني هو خدني المكان ده فانا كتبت عنه، فاهم؟ فهو كان نفسي يسمع الالبوم لانه هو كان هيبقى عارف الواقعه دي. لو عندك فرصه ترجع بالفار للزمن، تمشي بنفس التجربه اللي انت مشيت فيها طول حياتك وتعيدها تاني، ولا في حاجات هتغير؟ لا امشي بيها هي بكل تفاصيلها، بكل حاجه. انت في حياتك بتحط سيستم ولا بترتجل؟ لا ده منظر واحد. لا برتجل طبعا. اديني في الارتجال. برتجل طبعا، ما في واللي يقول لك بحط سيستم ده بخطط لحاجات، في حاجات، بس انا في العادي كده لا، عندي نظام ماشي عليه، نظام يومي بتاع الجيم والاكل والحاجات دي، بس في القرارات يا سيد مين يرتجل؟ يديني كده في اي حاجه قرار اديك على طول في الارتجال. انت في نفسك او يعني في البرامج اللي طلعتها او طول الحاجات الاعلاميه اللي انت ظهرت فيها سواء سوشيال ميديا او تلفزيون او كذا، كان في نفسك حد يسالك سؤال معين عمره ما ساله لك؟
انا يعني اسوأ من اللي اتسالته ايه؟ لا مفيش حد ما شاء الله بيشوفوني فاكر سؤال معلم معاك؟ هي السؤال بتاع البرنامج المساكنه ده اللي جابني ورا. السؤال ده فشخ لي حياتي. فالسؤال ما اعرفش جاوبت ليه. انا ما اعرفش ليه خدت الجرأه وجاوبت ساعتها. كنت متاثر ساعتها بحاجه اكيد. بس هرجع اقول لك ان دي حاجات بتعلمني، يعني بتعلمني ان انا شفت ازاي الهجوم، وازاي اقدر ابقى اتعامل معاه، ازاي ابقى بارد، ازاي ابقى عارف ان قناعاتي مش هتتفق مع ناس كتير وفي ناس هتتفق معاهم. كل الحاجات دي اكتسبتها يعني خلال الاسئله اللي ما كانتش حتى على هوايه او اللي سببت لي في ضرر نفسي او ضرر على السوشيال ميديا او حاجه. السؤال الاخير، احنا الجيل بتاعنا اتعلق باجمد واحد. في اي امكانيه لرجوعه؟ في سبحان الله، ده لسه من 3 ايام. اوكي. في امكانيه كبيره لرجوعه. اصل فكره برنامج تلفزيوني وواحد فنان وواحد لعيب كوره ويلعبوا بعض، انا عارف انه طبعا مع متغيرات الامور والسنين والسوشيال ميديا اكيد الضيوف هتبقى مختلفه. بس الفورمات نفسه احنا كجيل اتعلقنا بيه، اللي هو فكره ايه ده، يعني ازاي احمد رزق قاعد مع عماد متعب بعدين بيلعبوا بعض ماتش بلاي ستيشن. فراجع يعني ان شاء الله بنسبه كبيره جدا، لان احنا اتكلمنا في الموضوع من 3-4 ايام، وفي اتجاه ان احنا نعيده تاني. وانا نفسي، انا بحب البرنامج ده قوي. انا ده كنت بروح التصوير وانا مبسوط. ايوه صور برنامج حلو. لا كنا بنروح اصلا رايحين نلعب، يعني انت اصلا في البريك بتاعك بتلعب بلاي ستيشن وانت اصحابك. فهو ده كنت بتروح بتتفرج، وبعدين بقى بتشوف جانب تاني، يعني في فنانين ما كنتش اعرفهم. بتشوف جانب من الفنانين تتخيلش العصبيه بتاعه الماتش، الحاجات اللي كانت بتتقطع. في فنانين مشوا ورجعناهم. والله في فنانين بدون ذكر اساميهم رموا الجويستيك ومشيوا وبتاع، وفي اتضايقوا وتعصبوا لان التاني كان بيرخم بيستعرض اللي هو انت جاي ولا اجيب لك كده، فتلاقي التاني. فبقيت اشوف حاجات، طبعا ما عرضناش كل الحاجات دي عشان كان طبعا دلوقتي لو كان ده موجود هنسيب ساعتها. بس ساعتها كان تلفزيون وكان في قوانين وفي حاجات لازم رولز معينه. يعني راجع ان شاء الله. عطية، انا استمتعت جدا بهذه الحلقه واستمتعت بالحوار ده جدا. خرفت يا جماعه في الكلام؟ لا زي الفل. هتحبس؟ لا مفيش. زي الفل. اصل انا دايما بالسؤال ده بساله بعد كل لقاء، انا عارف لساني ما بسيطرش عليه. لا بالعكس، انا استمتعت جدا بالحوار ورحنا وجينا في تفاصيل كتيره جدا. اتمنى لك التوفيق واتمنى فعلا ان انت تحقق اللي انت نفسك فيه يا رب. واتمنى سواء هنا في مصر او في لبنان، على اي مكان هتستقر فيه، مصر ان شاء الله باذن الله. اتمنى لك ان انت تحقق اللي نفسك فيه وترجع تاني للسينما، ترجع تاني للغنى، ويكون الالبوم باذن الله يكون في التوقيت اللي احنا بنصور فيه ده يكون نزل وكسر الدنيا ان شاء الله يا رب. باذن الله يكون رجع الناس تاني لفكره مين محمد عطيه، وترجع واحده واحده للساحه الفنيه، وزي ما انت ما بتغيرش قناعاتك ان شاء الله. وربنا يستر. يا رب يا رب. انا انبسطت جدا وشكرا لكل الناس، واسف على دراعي. وانت خف الساحل شويه. الساحل مدمره ده. بص ده جلده مقشر، ده جلد مقشر مع السكسوك، ما قامش من على البحر. جورج اوعى تظهر قدام الكاميرا، اوعى تظهر، هتتعرف. اوعى تظهر، تسيب كده نفسك لهو خفي، اوعى تظهر بس. وبجد اتسليت جدا. انا اللي اتبسطت بيك جدا. دي صورتين لمحمد عطيه كالعاده، هتكتب عليها مسج ليا وانا اكتب مسج ليك ونبدلهم. ماشي. مسج ايه اللي انت عايزه؟ اي حاجه انت عايز تكتبها لي انا معاك. انت كاتب ايه؟ انا كتبت الى السيد مدير المدرسه. انا كاتب كلام في دماغي. هو كاتب ايه وبتاع؟ الله يكرمك والله العظيم. والله يعني انت كنت راسم عني نفس الصوره دي اللي رسمتها عنك اللي والله العظيم. الله يكرمك. دي حاجه قليله جدا. اوكي. في كل الناس اللي عملت معاهم بودكاست او طلعت معاهم برامج، تقريبا عمر هو الوحيد اللي زي ما تخيلتك. الله يكرمك. نفس الشخصيه. اصلا عاملين فول بعض من زمان. فبشوف الحاجات اللي بتنزلها، فهي الشخصيه هي. انا يعني انا بحب ابقى على طبيعتي. يعني فدي حاجه نادره جدا وبحبها جدا في الاشخاص اللي بلاقيهم كده. يعني اصل ده صعب قوي في هذا الوقت الحالي. فمبسوط بيها جدا. انت كاتب كلام برضو لطيف جدا. يعني انا بصراحه اتمنى لك التوفيق والنجاح، وانت شخص، انا بقول لك احنا يعني
الفرق في السن انا بعتبره مش كبير، بس احنا عشنا معاك فترات طفوله، وعشنا معاك حاجات بحلوها وبمرها، وزي ما بقول لك انا اتمنى لك يعني النجاح، واتمنى ان انت ترجع تاني ان شاء الله، لان ما زالت انا بشوف ان الساحه لسه موجوده، وانت كمان عندك حته ان انت مواكب التغيرات اللي بتحصل. فانت سهل انك واحده واحده كمان. انا متشكر جدا يعني على الكلام، انبسطت جدا واتكلمت في حاجات مختلفه غير انا طلعت في كذا بودكاست الفتره اللي فاتت دي. ده في جانب انسان ما تخيلتوش ان هو يبقى موجود، يعني ما تخيلش ان اللي انا قلت البودكاست هيبقى حاجه تانية. فمبسوط ان انا في حد في شلتنا، يعني في الشله بتاعه ده شرف ليا يا باشا. عمل حاجه في السكه دي. بس انت لعيب كوره جامد. انا بلعب كويس جدا. انا ماليش في لا ده مش انا عايز. كويس جدا. طب لو عندك ماتش خماسي تلعب مع مين؟ قول لي 5 اسماء بسرعه من غير ما يجوا في دماغك. لعيبه كوره. لعيبه كوره حقيقي نفسك تلعب معاهم. عايشين ولا ميتين؟ اي مكان. رونالدينيو. ماشي. معاك 10 ثواني. ايه معاك 10 ثواني. صعب قوي رص اسماء. رونالدينيو. ماشي. ميسي. ماشي. زيدان. ماشي. عايز 2. مالديني. يا ساتر. وديلبيرو. ده انت جايب الزبد. مالديني بيدافع لوحده. هيدافع لوحده على كل دول، بس هو يقوم بيها يعني. عطيه نورتني. ربنا يخليك. يا جماعه محمد عطيه كان ضيف في حلقه استثنائيه جريئه ومهمه جدا جدا جدا. استمتعت جدا بوجوده، كان يجب ان هو يكون موجود في الموسم الثاني. واعتقد ان بعد الحلقه دي يعني احنا كنا اصدقاء واصحاب، اعتقد الموضوع هيبقى زايد بشكل زياده. هقرب منه اكتر واجيب لكم كواليسه اكتر واكتر. فكان منورني في الحلقه وبشكره جدا جدا. وبشكر كالعاده زميلي وصديقي عمرو حجاج في اعداد هذه الحلقه، وكرييترز استوديو على تصويرهم لهذا البودكاست في موسمه الثاني. الى ان نلتقي في حلقه جديده مع ضيف جديد، دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.